اسم تثق. ينظر لنا جمر الرياحينه برنامج المضياف يا زينه. ينظر لنا جمر الرياحينه الجود بين من عناوينه. الجود بين ارحب هلا والله. طيب اشرفك مرتاح ان شاء الله. شلونك؟ طيبين. هلا سمنان والله يا علي. كيف حالك؟ طيب طيب اشتقنا لك والله. كيف حالك؟ كيف حالك؟ طيب طيب طيبين. شلونك؟ على طول دق عيشه على طول. الجوع الجوع. كيف حالك؟ يا مرحبا ومسهلا. باقي ما بدوش ناكل نستغل. شو اخبار؟ والله نعم. خير شاموكم طيبين. يا مرحبا. عساكم بخير. الله يبارك فيك. انا ميت ظمر ظمر طاقني الظمر. كيف حالكم؟ حر يا ريس. والله الحمد لله. يا حبيبي اموركم والله خير. شلونك؟ كل يوم الجوع كلها بحس الجبن كله انت بصراحه. والله غريب. راح الجبن كله. هلا هذا نص صحن خلاص. هنا حلا كويس ابو انك تسحب لنا كويس. بالله. اي والله. الحلا مع القهوه. مع القهوه؟ طاير اضرب قبل ما نبدا. هلا معله. كيف حالكم؟ يا مرحبا ومسهلا. مرحبا والله. وراك ميت حي انت. ميت حي. والله الميت الحي اللي يقول بدينا هوا ويقول وين القناع؟ كيف نضيع؟ الله يبارك يا رجال انا طحت لي في شيخنا الله يجزاه خير. الله يسعدك. الله العظيم. اول مره نصلي معه. يس. السجده ربع ساعه، الركوع ربع ساعه. والله مسا. اي والله. علومكم انتم. كل وجهك وجه الجويعه. انا والله وجهي طاقه الشمس طال عني. ولد وين المسبحه؟ خذ عيال. سمدتك. سلمت. حول. ما في تقول يعني اعود بها ولا شيء. دخولك لخمنا شوي. عدمنا من النهايه. ليه وش في؟ الهجوم صراحه ما اتوقع لك شيخ تجي كذا شيخ ما شاء الله. مارس ابو كم لنا ما شفنا. انت الله يرحم شيبان. والله ما نبناك. لا امورك طيبه ان شاء الله. امورك طيبه. البيت اليوم. نرقد الصالح. والله الحمد لله. اخبارك؟ الله يسلمك. عساكم خير. الحمد لله. وش دنياكم؟ يا رب. كيف حال سعود؟ وش الهاشتاج اللي انت اللي ماسك خط؟ ايش جاتك ترى الصوره ما عندي. الهاشتاج الوحيد اللي حافظه بالجوال. اطول هاشتاج بالعالم. اطول هاشتاج. وش عرفني الهاشتاجات؟ ايش عرفني الامور؟ قال سوى هاشتاج ومغطي لي واحد. على كيف يعطى. قسم بالله. زين كمان قام حطوت عشان يعبي المرقم. لا استعجلت. وش اخبار ابو حسين؟ وش الدنيا؟ والله بخير. شلونك؟ طيبين ان شاء الله. والله غداتك متنفخه يا ولد. ايه سمنان انا. نفسك ما شاء الله. سمنان. سمنان ولا؟ لا هذا مره مستعجل. طيب كل عبد الرحمن وشو؟ كل يعني يذبح قجوع عند ابو يا خشرمي. فيران انت الله يجزاك. خذوك رايح حمر. صحيح والله منعم انا ابو خشرمي. بالله انا اسمي يا رجال. يا حبيبي ما كنا نطول. كل ابو حسين كل تبي قهوه ها؟ والله مو عندنا بقهوه الرجال. شباب وين الشاي ولا القهوه؟ تفضل شاي والقهوه وينها؟ تفضل. ونبي شاي قهوه ونبي علوم السفره. خلص الصحن. خلص الصحن باقي ما اغلط. قهوه جت حياك الله. ارحب يا مرحبا ومسهلا. يا مرحبا يا مرحبا. اغلط. عبد الله وراسك تصب قهوه انت. والله صب. لا جيب يد فين انت. يا شباب الله يسعدك. ايش السالفه يا شباب؟ ايش قومك؟ السالفه صلاه الجمعه وجينا هنا. احنا لا نقتدي. صلي الجمعه اذكر خطب فينا حلوه. طيب في يعني دخول كذا يعني انتم على طول ما شاء الله الاكل يعني. قالوا لنا نطلعوا فوق. نمون في اكل فوق وكلوا وبالعافيه. جلسنا يا ابو خشرم. يا مرحبا. تعال تعال. اقعد. والله فطاير. فالك يا ولد. فطاير سبانخ على كيفك. تقعد ابو سعود. ايش هذا؟ ما عندي بغداء. خلاص. ايش هذا؟ حاول تكسر الغداء. ايش هذا؟ الغداء خليه سفري يا عبد الله. اي والله خليه سفري. انا باخذ لي الظهر. هذه مقبلات. دقيقة هذا ما شاء الله جميل. دقيقة صورة الحمد لله. قولوا ما شاء الله تكفون. مخرج بالله. قولوا ما شاء الله. اذكر والله بالله قرب. قولوا قرب. اذكر والله. ما شاء الله. معليش قرب شوي. قسم يا عبد الله. تبارك الله. قسم اني ما ذقت. لا ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. هذا خلق الله ادوا من مال الله. يا ابو الشباب. هذا خلق الله يا ابو الشباب ادوا من مال الله. ايش فيك ابوي؟ ايش فيك؟ ترانا بدينا. بدينا. قسم. بدينا.
صديق انا ادري انك تشيل الصح. الله يبارك فيك. العافيه. سلمت صديق. نروح بيض الله وجهك. لا طلع الصحن برا الحديث. قوموا فشلتونا قوموا قوموا يلا. وين غدي؟ بدينا طيب شوف السجن الثاني. هذه الحين هذه اهم فقره. هذه الحين انا بسوي نفسي انه انا بديت الحين عرفتوا؟ انتوا اطلعوا بعدين تعالوا ثاني مره نسلم. احنا بدينا ولا ما بدينا؟ يا حبيبي الحين احنا بدينا. احنا هوا يا بس رجال نبغى نسوي انه يعني كانكم جيتوا عبد الله خلاص جلس عشان نسلم عليكم يا اخي. ما يحتاج يا اخوي. بس تعال بالله بس نسلم عليكم يا اخي. يا اخي سلمنا البارح وتهاوشنا وياك وخلصنا. مو مفارع بينكم. اسكت لا تفضحنا. انت اللي تفضحنا. يلا حيهم يا مرحبا يا مساء. شو السالفه كلكم جوتوا؟ وين جايين؟ والله احنا والله قلنا بنزوج علي. والله بيني بنزوج علي بينك الوافي. والله بيني بينك والله انا مرطين زي البشت. وش السالفه ذيك؟ شو الطيح ذيك؟ والله كشخه. نتوسع يا شباب نتوسع بس. الامور طيبه. توسع وين ابن حجر؟ انتوا يعني توسع شوي بس. لا خلنا انا حلو هالزوليه. خلنا بهذا. نقرب لكم الحلا ونقرب لكم الشغل الطيب. خذ الطيح علينا الحاجه هذيك اللي قلت لنا مشان. كيف حالك يا مدرس؟ يا مرحبا. ما قال لك شيء يا فضيح. اذركم بديتوا من غيري. احنا جلسنا وتقدم مدري وين القهوه؟ خذها معه. لا والله عطنا. تكفى يا ذيبان جيب القهوه. هذه ولد القهوه يا ولد. لا موجوده. صديق موجوده. يلا حيهم. رجال كيف الحال؟ يا مرحبا. افتح الفويدة هذول يا رجل. والله انا احسك متورطين ذولك شفت. والله بالله كيف عليه حلو. البيت مو اللي محليك. انا قال لكم انت اللي محل البيت. الله انا محل البيت. انت اللي محليه. يا اخي انت من ايام الرصيد كنت تمدح فيني. والله غلطة عمري. غلطة عمري. يلا حيهم. ولد حل على بشت. ابو صالح متى علمنا بك؟ ها؟ الظاهر علمي بك انا بزد رصيد. ما تقبلنا بعد. الظهر انت والله انك يا ابو سعود راعي انت وش انت؟ تاصل يا اصبر خليهم يروح هذا عشان تعيد السؤال. خاطة الجنوب. ايش قلت؟ ما اسمع. انت والله ما عندك الا دقه يا عباد. انا بقول الشرع ما عليك. الشرع اللي يتصل عليك ويسلم. والله كيف حال سعود؟ وش اخبارك؟ علي الحمد لله طيب. علي الوافي طبعا ما شاء الله تبارك الله. لازم نغير تشكيله. عندهم تمر الوافي. لا عندهم تمر الوافي صح؟ الحين في تفاح الوافي، موز الوافي، خوخ الوافي، حسين الوافي، كلش ما شاء الله ما شاء الله. محمد الوافي. تفاحتين الوافي. يلا حيهم. الحين بسال سؤال. صلي على الرسول اول شيء. صلي على النبي محمد. يعني هذه قرعات كلها جايبين لنا هذا الصحين الصغير. هذا عشان ما تاكل كثير. عشان ما ناكل وايد. مرة حبتين وخلاص. اتيكيت كذا ابو صالح كذا. ابو عبد الرحمن نظام استراحه ابو عبد الرحمن اسف. علومكم في خلطة هنا عشان وش حالك؟ كيف حالك؟ الله وش يسلمك. اخبارك؟ وش عندك؟ وش الدنياكم؟ وين غاطس؟ يا كل مالك تشين سبحان الله. قصدي الله تحلو. يعافيك يا رب. جميل يزبدني اليوم السالفه. اي والله قلب علينا. شوف ناصر دق عليك بشيء انه ينتظرك برا في السياره. ما هو؟ ناصر في حمل بديك من خرج بيرجع. ما فقع قلبي الا انت. لا عنده الليل الناس تحكم هنا مع اخوه. اعطونا يبغاكم والله يمر قوم هذاك الكرسي ها يا رجل حر والله حر. ايش فيك انت محتار؟ يا محمد ناصر شغل المكيف. انت لابس فرمه مو بشت ذا افسخه. لا والله لا. وش هالدهمه اللي تحت ثوبك؟ وش هي؟ بجامه انجليزي. يا هبيلك يا شيخ. والله اشتقنا لك يا عدي. والله يا رجل بشت ما والله اني فرحت يوم قالوا علي بيجي. اصبر يا رجل صلي على النبي. اللهم عليه صل الصلاه والسلام. وين المعلاق يا ولد؟ شو الشماعه هنا؟ السراج. الباب هذا الباب شوف شو حط المايك انت بس. نظام مشايخ. اصبر يا رجل اصبر. يلا نحيي يا رجال. يا مرحبتين يا مرحبا. يلا نحيي. عبد الله متى نبدا هوا؟ يعني على اساس احنا ناكل مشان ما ندري. والله قلنا هوا ما هو هوا زويان. تعرف زويان؟ وش زويان؟ اللي يزوي البطن الجوع هذا. ايوه. قلت اكلين. في هوا ولا ما في هوا؟ وانت رديت علينا. بالعافيه. وزعلانين عليك وقلنا خلاص ما فيه. ليش؟ الله يجيب الزعل وش السالفه؟ كل البارح انت تهدد انت والله لا افضحك بكره. والحين تقول وش اللي جاب الزعل؟ وفر قويه ذي. اعطونا بس. تبي نبدا. انت باخذ نفسك بس. الامور طيبه ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. تعلنون الحرب انها الحرب. بس مو بعد. صنقه. الغمزه بس. انا اخذت من الغمزه ترى اكثر من تقهوى يلا حيهم يا مرحبا.
والله من يا مرحبتين يا مرحبتين. والله يا عبد الله عجلتونا الساعة 12 وانتم هنا. قبل يسلم الامام احنا انت سابق احنا وبشوت الخطبة الثانية كنا في السيارة. هذا ندلف انما يدل على صراحه احترافكم في الشغل. احترافكم قهوة على النار. ها؟ قهوة على النار وهذا يقول دق علي هات يطحن الهيل. دق علي يطحن الهيل. لا صلح والله يدق علي يقول له هلا هلا وش؟ يقول محل اطحن المطحن هذه اللي تضغط. شوف احنا صراحه عاده نبدا بعد ما تنتهي خطبه مكه تقهوى. لا انت عرفت شلون؟ فاحيانا يعني نحاول ان نبدا على طول، بس المقصد انه نطلع بدري. الركعة الثانية وتسليمة خلينا في السيارة. شوف في مساجد تخلص بدري، في مساجد تطول. صح. أبو سالم ترى الإمام. يا مرحبا، تحيه لابراهيم الخضري. ونعم والله. والله يستاهل والله. وتحية لعبد الوهاب الشهري صح ولا شو اسمه؟ عبد الرحيم. أنا هو نفس ولد عم عبد الوهاب. تحية خاصة زبطنا عبد الرحيم. إذا تسمحون لي زبطنا. بلوك سم طبعا ابشر. تحية خاصة لطلاب صف أول اللي درسون. أمس كنت عندهم الحصة الأخيرة وبعد الحصة مشيت للرياض فقلت إذا سكتوا بكرة بسلم عليكم واشكركم على الهواء. والحين طبعا ما سكتوا ازعاجي لاخر الحصة بس انهم يستاهلون صف أول. أول باء ولا أول جيم؟ سلم عليهم. فرق. ما عندنا إلا أول واحد. ولا واحد. 6 طلاب بس. نسلم عليهم ونسلم على مدير المدرسة أستاذ العقيل وكيل المدرسة سعد فهيد. ونعم سعد فهيد. والمرشد الطلابي المميز دائما عادل منور. ضبط بصراحة هذه هذه بقى 3 أيام طبعا. كل واحد يوم. وانت في عندك موظفين شو اسمه والله انت عندك هذه واضح فيها اجازه اسبوعين. حاولوا انكم لا تزبطون اصلا لانه على الهواء بس يمدح. عطلت انا اصلا بس على الهواء يمدح بس عليه. يلا حي الله الشباب. حيا ودو. الله يحييكم. والله زعلان على المايك انت. شباب ترى الرجال والله ما في الا قص جبهات. قص جبهات علاقتك الان جميله جدا والرجال ترى انا اقول خلوا واحد انا عندي مقطع ابو صالح ابو خشرم فيد اوت المايك علي. انا عندي مقطع 6 دقائق من رصيدي. كل نقاش بيني وبين علي ينتهي والله انك ورع. كل نقاش ينتهي بيني وبين علي والله انك ورع. والله انك ورع. كل نقاش ما ينتهي نقاش بسلام ابدا. ما في نقاش ينتهي بيني وبين سلام ابدا. استسلمت الاخير اني ابد خلاص. هم هذه وجهه يا مخرج عطى التلفزيون. هذا رايه يا علي. هذا رايه ما قال يا ورع عبد الله ولا قال ورع صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. صلوا على الرسول. والله يحييكم. الله يحييك. المطر الله يحييك. وحلوه البدايه العفويه هذه والسوالف. طبعا الشباب ما يحتاج، احنا كلنا يعني ما يعني خلاص يعني ايام وجمعات يعني ما عاد يحتاج يعني نظام الرسميات وكذا. فنكرر يعني من باب يعني امام المشاهدين نذكر ونرحب مره ثانيه في حضورنا اليوم. نبدا بكم من اليمين من عند الرجال اللي يلا هلا معنا يا علي. اسلم. ايوه فنبدا بالاستاذ الكبير والهامور الكبير. لا اله الا الله. تمثل مسلسل بدوي انت. ايش فيه؟ دخل كذا صح؟ ايش فيه؟ لا والله بس ماذا فعل؟ احسبك تمثل والله. والله يا مخرج خليك على المايك حق علي الواطي. والله بس والله بداية ساحقة. معليش والله انا مالي علاقه. ليه؟ بصراحة عبد الله انت ما قال شيء. انا مالي علاقه. ما قال شيء. ابو صالح. ابو صالح شام. ايش رايك؟ والله يا ابو سعود علم منك. والله انا اقول عليها. الامور طيبة. عليها. توكل على الله. شباب ابراهيم وين؟ اسلم شد حزامك. ابراهيم السويل. كلش الا ابراهيم لو سمحت لا تغلط عليه. لا ابراهيم السويل وين؟ ان شاء الله جاي تفضل كمل. والله ان اخر عهدي انه راقد. لا ما عليك بيجي بس. اموره طيبة. طيب نبدا من عند الهامور الكبير. الله يعافيك. ما يحتاج يعني شباب الخرج من النجوم شباب الخرج. الله يسعدك يا رب. ترى صراحة يعني اني اعتز باخوته. حبيبي الله يرفع قدرك ابو عبد الله. مواقف انا وياه دائما مواقف. وجار كل مكان. ايه جار بكل مكان. فاحييك اخوي محمد حسين الله يحييك. يا اهلا وسهلا. انا قلت الاهات. ابا شهري. الله يحييك. زبطنا. الحين انا اكمل إيه ترحيب. تفضل. الله يحييك يا اخوي عبد الله وتشرفنا فيك
وفي هالجمهور الجميل اللي صراحة يعني مع كذا غلاتهم في القلب. شه الله صح علي؟ سلام. قديش ضربها 3 ايام. يا الجمهور بداية ترى جمهور غير. اصبر وجمهور المضياف يا زينة كمل بالله ايش قاعد تقول؟ والله ما قال شيء والله. احرك عليك علي الوافي الحين. والله ما قلت شيء انا والله ما قال شيء اتحرى على الوافي يقصف الحين ابو حسينان. اتحرى على الوالد اتحرى ودرسوا هو درس نعم لا لا والله وتحرى طيب اللي تبي. المهم وسعيد القناة وين القناة؟ وين القناة؟ اشرين بالتسليمة الأخيرة. وين القناة؟ يدور على المخرج. اعيد مرة ثانية. اسلم. وسعيد والله اني بوجود ابو سعود عيد وعلي وعلي وعبد الله، ان شاء الله بوجود ابراهيم السوينم، وان شاء الله نقدم حاجة حلوة ان شاء الله مع الشباب جميعا ان شاء الله. بس لو يشغلون المكيفات. اهم شيء بس انا اشوف الجمهور يطلب كثير يا عبد الله انك تعطي مساحة للضيوف. ايه فلو سمحت يعني حاول انك يعني ما حاول انك يا عبد الله شوف تصرف نفسك الليله. ولا قاعد الحين قاعد اقدم ولا عبد الله ولا هذا والله يا عيل اللي بيمسك مكانك مسكن صح. فروح وان شاء الله بيتي تلقى فتاك زي ما قال الرجال. الله يبيض وجهك ابو عبد الرحمن. والامور طيبه. ونكمل عند عيد الاستاذ الرائع حبيبي صراحه جيد. زعلان عليك انا. طيب خلي الزعل في تتش الزعل فلا تجيني على الهواء. لحظة لا تجيني على الهواء. وش هو يفيد؟ وش هو يفيد؟ ايه بس انا مسكت مسعود مين المنقذ؟ بسرعه في الزعل هذا من كان المنقذ؟ والله بسرعه عجل تاكسي باكستاني. والله ما قصر. ابو دخيل الله. والله ابو دخيل الله باكستاني الجنسيه. قبل امس شباب طبيعي انتم طبيعيين بس. والله يا اخي ابل شو اقول والله يا ابو والذكر اسمه ابوه طويل ابو دخيل الله قال الله قال حبيبي قل يا علي لا تقول يا ابو دخيل. قبل امس قال لي فيديو قال جاي لك طرد يا استاذ. قلت انا قال يا استاذ. قلت وش اسم الطرد باسمي انا؟ قال علي دخيل ال اتش. علي دخيل ال اتش. قلت وش ذا؟ تعال دخيل الله ياخذ عمرك جيل ال اتش. والمنشد الكبير والكاريزما الرائعه في مجال الاعلام محافظ. الله ويكفي جيته من حايل يا حبيبي تستاهل والله. ورحب فيك ابو سعود. الله يطول عمرك. وانا سعيد والله اني اكون متواجد معك وبقناة بداية ومع الاخوان وفرصة نتذكر زد رصيدك مع انه والله في مقطع قاعد احاول انزله ما قدرت. الحمد لله حق بعض الناس. الحمد لله ما قدرت. ينزل يوتيوب. يا الحمد لله ولد ما قدرت. حاولت. طبعا انا انجلت بالمقطع حصل لي اللي جلده كذا. لا تضحك لا تضحك بالله عطنا اللحن يا ابو. لا اصبر اول شيء خلينا برجع لحظه تبني عليه الابيات اللي قريتها في اللغة. نبي نرجع شيله ها قسم بالله ما نبي نرجع لها. قسم بالله انها طيب يمين معليش يسار. علي قبل شيء سويت 1-0 فيك. اسلم. وهذا يعني من باب الميانه. يا بعد راسي هذه ما يحتاج يعني. يجيك 2 صفر الحين. والله احنا جنب القص ما ان شاء الله ما جاي شيء. الحزم هناك راح لهناك الحزم امورنا طيبه احنا هنا. كانك حسيت وعنادا فيك. ابدا علي. الله يسعدك يا رب وتشرفنا بهالدعوه ابو. ما كملت انا خلني اودي كذا اعرف فيك. خلاص خلينا نمشي دعسنا قبل يروح الكلام قبل ونتشرف بالجلسه مع ابو عبد الرحمن الشباب حلوين. كيف حالك؟ خطه القصيمه الحلوه طيب وتشرفنا بشوفة الجمهور الكريم الجميل من زمان. ومن زمان وانتظرون ان شاء الله في الجديد الجميل نقدم ان شاء الله باذن الله. الله يحييك. دوتكم مع ابو عبد الرحمن ان شاء الله. لا تكفى. عاد ابو عبد الرحمن يعني شباب اي شيء يقول عليه وافي يقولوا تم. والله اي شيء هو الصح. طرقان عن خشمك. ايش معنى طرقان عن خشمك؟ طبعا عليك ايش معناتها؟ خلينا نطلع برا. بمشي يا عيال. والله سيدي وانت والله شوف انت فيك جاي مشحون. جاي داخل معركة. لا شوف هو اليوم دخل فسخ البشت. والله من احبكم يا ريبي. لا شرعي يحبكم باقي قلبي. اسمع هو واضح اعطاه درس ناصر في الناس تحكم. قال ابد هاجم عشان تضبط امورك. والله الصياح بالصياح. كلمت يا حبيبي كلمت الله يكرمك. ما فاق عن قلبي. عاد ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن يلا يا عط منديل انا مشكله. سلمت يا حبيبي. يعني لا اله الا الله. ابو عبد الرحمن وين الغيبه؟ تعرف الصراحه يعني اول شيء
فاقدينك ما تفقد والشاشه فاقدتك، نزيد رصيدك 3 معك. اختفاء تام. وش سر الاختفاء؟ والله مفرح لهم انتم الحاضرين. لا انت تعرف الرجل بزنس مان. لا 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 ارجع لي باسبوعين انا اتعلم فيها. والله ابد وانا اخوك مشاغل ما ارضى والله. سمعت ولا لا؟ ومن بعدين انتم فيكم خير وبركه. تحضرون وجملتونا وبيض الله وجهكم يعني دامكم حاضرين حنا. لا والله اعطونا كلمه العطايه كذا خلينا نعطيها. والله يا ليت كذا لاخر الهواء. والله اسلم. سمعت ولا لا؟ وانت ابو مفرح كفيت ووفيت ما شاء الله تبارك الله عليك. الله يفيك. سايقين على القناه وسايقين على الريجيل وفكيت عليهم. سمعت ولا لا؟ علومك بخير ولا علومك طيبه. علومك طيبه. طيب الله يحييكم. ولا انا والله اني مقصر. اول شيء اني مقصر معكم. سمعت ولا لا؟ وما تبقى غالي. اخذ درجة عليهم ترى اخذ فرض ادرج عليهم. سمعت ولا لا؟ جيتك اليوم والله انها تسوى الدنيا وما في. جعلك سالم وحضوركم والله العظيم ما جيت الا محبة فيكم ان شاء الله. بيض الله وجه اخوي عيد برضو يعني ساهم في من ناحيه بناء ذا، بس انه بفكرة انا واداء يعني. جزاه الله خير، هو اللي دائما بادر في والله ما نسوي شيء التجمعات والجماعات الطيبه. ما هي غريبه على ابو سعود. علي الوافي وبرضه محمد حسين مختفين من فتره عن قناه بدايه ونحبهم. قلنا فرصه نجتمع بحلقه واحده. بيض الله وجهك. والله يسعدك يا ابو سعود. احنا ما شاء الله علي الغامدي الظريف الحين. ما قلت والله ما قلت. لا تكفى. لحظه تفضل اخوي علي. اي واحد فينا والله ذات كلهم علي الغامدي. انت اللي مسك علي الوافي سوى لك شيء كذا صعب. لا علي الغامدي انت ترى بحسين ترى كذا الحزن علي الغامدي الوافي ونعم. بالله شوف شغلك مع سمعت ولا لا؟ وانا بحالك ليه ولا ما ابو نعم؟ ايش تبي انت الحين؟ ايوه تفضل. لا دقيقة والله يا واحد اسمع اثنين. اعزائي المشاهدين لحظه اسمع لحظة اسمع انت اسمع اصبر شوي اسمع انت لحظه اخوي لا شوي دقيقة لو سمحت اسمع انت. بالله تفهم. قل لا اله الا الله. محمد حق لا اله قل لا الله. ابو علي قل لا الله. ابو علي صلوا على الرسول. قل لا اليوم احنا في يوم في جمعه سكين كبير. لا انت ناوي تذبح. وش فيه؟ اي والله تكفى جبهه. سكين ليه؟ والله في واحد يقول فيه. صلوا على النبي صلوا على النبي. اللهم اللهم صل. احنا في يوم جمعه ويوم فضيل ومن السنه الكثار. عبد الله عطنا الترمس وخلاص وانسى راحت يعبونا بالله. ما شاء الله خلصتوا. ما شاء الله تبارك الله. بسم الله عليك. بسم الله. قل بسم ومن الله. السنه الكثار على الصلاه على النبي. صلى على النبي. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم عليه. طبعا نذكر. صل على محمد. على يا ابو صالح. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. هالوجه انا معك الشجر والحجر. انا معك تجي في حلوك وفي مرك يا ابو سويلم. وش علومك؟ شوف شغلك وخر بس لا تتوزع وراي. الرجال انا معك في حلوك وفي مرك. الله يسعدك الله. وعنده بس له سيطره في البرنامج. ونعم ونعم. يلا مير ما انتظرتني. الله يكافي ماشي 108 عشان اوصل حلقتك مالت عليك وعلى جبهتك. لا والله انك نايم وانت صادق. طيب ان شاء الله يلا تيسس الامور. الله يسلمك. مرحبا يا من جاء خالد. خلوت ندك الارض دكه. حلقه من نور في حلوك وفي الله يطول عمرك. خلاص سجل. يا الشيخ حال الله. الله يسعدك. كيف حق طيب جالس تحت السلمون. وش علومك؟ كرم سنين بهذا. ابو سويد. قل لا اله الا الله. قل لا اله الا الله. قل لا. انا ارجع محلاتكم. انت تنظمني ولا القهوه جاي محل. ابراهيم ارجعوا كل لا واحد تجلس جنب علي. لا خلنا يا قرب له. انا اصلا يمكن ما شفته في احتفالات يسوي حركات ما ادري ايش وضعها. وانا لا قصدي علي الوافي انا. حاولت بغدر انت. ابو وافي والله بديت يلا خليه يتفهم معي. بيض الله وجهكم. والله عطنا القهوه يا هذه ما يتفهم. ابو سويلم يلا كلهم باسمه وكلهم ابو سويلم ترى جايب ذا اليوم فزعه. ابو عبد الرحمن هذا فزعه. كيف ابو سويلم؟ انا طول العمر هذا اللي لابتي شرب الساعد. والله ان ما سووا شيء.
ولا قدر يحرك حاجه انا فيها. طول الحلقه قلتم معي ابشر بالسعادة. على اعدائي هذول الله أبشر يكون بالسعادة. شعور. انا عدو من الحين. لا لا مو الحين بس يقول تراك عند رجله يعني ابراهيم على النية انا عارف شو اللي رجله جاهزه على طول بس هذا اللي يوسع صدرك. انتبه بيض الله وجهك قهوه جعله بالعافيه. والله ما تنظم وين اخوك والله تجي بعطنا واحده معك جديدة. حلك ومرك ما ادري اسمها هذه. كيف حال شوي يا مرحبا والله كلها كلها جديدة. جديد لا لا وديك انا انت فريش كلم كلام تعبان. تعال كذا ما عاد كلت عشان توديني صوره شو الاخبار؟ وش علومكم طيب. طيبين تسلمونكم سمعنا عنك. جاب السكين. يلا حيا يلا حيا. جاب السكين. شكرا يا الحين قاعد تحت تصير شغاله لحمي مر. معازيم لا يخلصون والله جاب السكين. والله ونعم والله ونعم بخلطة الجنوب الجنوب. يا مرحبا ويا مرحبا ونعم عشان جابوا السكين ولا عشان نسلم على والله علشان السكين خالد سعود أبو صالح. ما ذقت والله. ابو سعود نسلم على بس الصراحه ايش رايك في خالد. القهوه؟ والله ما ركزت. والله خلاص الرجال يسلم على والله الرجال. انا افلحت انا قاعد خلص ادور الثلاجة خلاص. مسعود. والله احنا اليوم شيوخ قالوا لنا ما في شيخ اليوم. قلنا احنا الشيوخ اليوم. بس نمضت بقره حلو. هالمرة والله ما يعرف الكلام من اللي ما اكتب بقرة. والله انا عاد فيه خلاص خربت الحين. انتبه خرب لو يتجمع ما عاد بيسجلك انا بالاستديو اللي معك والله ما اصير معك. اسمع طلعت شفت ايش قلت انا؟ عدمك ما عليك وعجبها يقول لك هذول يفزعوا معي وهم عدويني ايش فيك عرقت تنزل الحين؟ دقيقه ما تسجل عنده هو ما يخلي ظهر عمل معاذ العيد ما عاد يتكلم معنا معاذ العيد قاعد يصايح حمسنا من؟ واحد مطلق شخصيا من ما هذا العيد ذا؟ ياخذ عمرك والله والله محمد ونعم والله ما ادري. محمد ما والله في احد ما اخذ موقف من محمد. التسحيب ما شاء والله الله. صاحب عليه والله امس قاعد يصايح بذا والله أنا اشلخ روسنا والله العظيم والله اني ما شفت سناباته تصدق. اجي اشوفها يقلب المشكلة انه يسوي نفسه مشغول وانا مرتبط وعندي تسجيل وعندي كذا. ابو سؤال هو 24 ساعة بس ابو سناب. سؤال المشكله ما يكمل. ترى في واحد مسكين ما قاعد يكمل يتكلم خمسة. سحبت عليه. هو ذا اي مشكله تدق عليه ما يرد يا كويس. اخوي ذا انا يا اخوي من اللي مدق عليه يجيب ذا من هو؟ انت انا هذا ربعي انا جيت والله صراحه ما خويك يا والله ما له صاحب قبل شيء معاكم والحين قرب عليك. والله ان مالك صاحب والله مالك صاحب انت. جبت التمر بس لا تعطيه ولا شيء وخر بس وخر. والله ما هذا ابراهيم السويد الله يوجهك قلب الله يسلمك الله يجعل ان شاء الله يحدر بالعافيه. الله يجزاك خير طول العمر سم بيض لا رجع الحين انت كنت تعبان قبل فتره وش طبت ما شاء الله عليك. والله الحين بعدين تعبان كان طولت شوي. يمسح وجهك لا اتصلت ولا دورت ولا عرفتك باب اسالك بالله ما اتصلت عليك. اسلك والله ما اتصلت الا مره ايش تبيني اتصلك كل يوم ما يا ودك تتصل ابوي انت؟ والله شفت عبد الله ملحم ايش يسوي شباب انت قاعد توصل في حاجه مهمه بالله بسوي عبد في حاجه مهمه جاتني بالكنترول. اول شيء طبعا اذكركم بس ان البرنامج برعايه مكتب ضرمه. والله عندهم وقف العطاء قيمته 7 مليون و150 ألف واللهم لك الحمد. يعني في كل اسبوع الجمهور يعني الرقبي ذا يعني يكونون بادرين جزاهم الله خير وقاعدين يدعمون الوقف وما زلنا نطمع الصراحه لدعمهم عندي الله يعطيك ومبادرة يا شباب والله اني قاعد اتكلم يعني خلاص اذا وحدنا مجلس نبي وكذلك ما ننسى الرعاة اللي موجودين معانا نشكرهم ايضا بن ثالب السيراميك والرخام والسيف جاليري وشيخ المندي ومركز اقدامي ودخيل العود وديتيلز ورواق للاجنحه الفندقيه وركن القصيم ايضا جزاهم الله خير هالضيافه الطيبه ومركز تداوي الطبي وبرضه يعني القهوه هو شغل الطيب من عند خلطة الجنوب. نشكرهم يعني على دعمهم للبرنامج. الله يبيض وجهك. طيب الاسبوع الماضي انا بصراحه بحط تحدي. الاسبوع الماضي كانوا عندنا الشباب ثامر الخمشي وكان عندنا عبد الرحمن المالكي وفيصل الخالدي وابو الجميع ابراهيم السويلم. بالله كيف والله احرجتني والله طرى عليه ابو عبد الكريم ابو الجميع الله لا هو خلاص هو عبد الكريم قادم الان. يا سلام والله بيض الله وجهي فبس شوف ابو ايش انا يشوف الحين تلقاه ما ابو ايش خليني اعطيك اسم ابو ايش نقول لك ابو عبد الحكيم. لا ليش ابو خالد ترى بثبت عليك ترى دعوا فيها منافسه مره. ابو عبد الحكيم اذا انقلوها عن ابراهيم السويلم. انطلاق ابراهيم السويلم هو ابو عبد الحكيم.
ابو عبد الحكيم وتحيه من سامح مساك الله بالخير. كنا نسمع عندنا اليوم لازم القناه عشان نرجع. الاسبوع الماضي خلينا نمزح السالفه، وصلنا الى الترند الثاني في الترند العالمي. يعني تعدينا السعوديه ما شاء الله والجمهور بدايه، وصلنا الى الثاني عالمي. الاسبوع هذا نبي نوصل الاول. الشباب قالوا نبي نجيب تورته، قلت تورته اذا صرنا الاول. شوفهم شغالين. وشوفوا الحين على الصوره، شوف ورني يا ابراهيم. ورني الصوره. شوفهم شغالين والله اليوم مضياف. والله تبي الحقيقه؟ تبي الحقيقه؟ والله شوفهم شغالين. طلع لي الصوره ابراهيم. محترم. مضياف هاي طلعوا ايش تبغى؟ لا 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 انا ابغى اشوف نسبه. ها شوف هذا عالمي كان الثاني. الشيخ عبد الله مبسوط مصور الشاشه من اي والله لا والله شو اسمه نايف العمري جزاه الله خير، هو اللي والله انا ما دريت، هو اللي جاء قال ترى عبد الله احنا الثاني عالمي، والصراحه يستحق البرنامج تحيه. نستحق تحيه يا شباب، نستحق التحيه. بيض الله وجهكم. هذه يعني دليل نجاح التكاتف الجميع. شو الاول كان؟ ها؟ شو الاول؟ ناخذ اعاده صوره. نبغى الاول ان شاء الله الاسبوع هذا. وطبعا ترى الجمهور، شوف احنا الجمهور بعد يبي يشوف الضيوف هل بيقدمون شيء، هل فعلا بيصير في حماس في الحلقه ولا لا. يا مرحبا. والله الظاهر عقب. فالهاشتاج على الشاشه الان يا جماعه، اي اسئله واي مواقف واي شيء صايدين على الشباب في السناب، في تويتر، في اي شيء علموني، انا الان بتابع وعلى طول لايف بعطيهم. والله اذا هي على السناب والله انواع الفضايح. انا اكتشفت لي حاجه، انا اصلا مقفل حسابي وهي نصيحه. نزلت لي مقطع انا قبل يمكن شهرين او شهرين ونص، كنت بمصر وقاعد اصور انا وماجد الضبعان بمحل ملابس. طبعا ماجد يمكن دخلنا حوالي 25 محل تقهوى، ما شرى الا ثنيه داخليه بس. تقهوى جديد قاعد يتقوس لا قاعد يتقوس. قالوا هذا شغلنا، اخر شيء هو واقف وراي وانا اصور كذا وهو وراي. قبل يلبس طبعا بطنه طالع واصور، قلت اشغلنا يدخل بس يقيس ولا يشتري. هنا هذا ولا هذا زين. انا اسلم المدير يبغاني. اي يا اخي تكلم من تبي؟ قالوا قلت اشغلنا. انا طبعا اطقطق على ماجد امزح معه. وش سويت؟ بطنه طالع، رحت شخبطت كذا على بطنه، السناب تقدر تشخبط، شخبطت كذا على بطنه وجبت الفيس اللي يضحك وكبرته وحطيته على نفس البطن لانه مو طالع. نزلت المقطع، بعد ما رجعت والقى المقطع محفوظ، طبعا في برامج تحفظ المقاطع، محفوظ ونازل بالانستغرام بدون شخابيط وبدون الفيس. والله العظيم. اي والله. شلون؟ في انا اذكر المهندس عبد الله العبره الله يمسيه بالخير، ارسل لي. طبعا انا منزل المقطع برضو الماجد طبعا كنا طالعين ما تجيب العيد الا في ماجد مع ماجد، كل سفراتي مع ماجد. كنا بالكويت وقاعد يفتش بالشنطه كذا وعليها سروال فانيلا، فشخبطت كذا مو واضح وبس طلعت صوته. وش قالوا الشخبطه؟ كله شخبطه علشان ما يطلع. فكتبت اشغلنا له ساعه وساعتين قاعد شو اسمه يرتب الشنطه. زين يقولون قد سويت شخبطه وانا سويت شخبطه كلنا ما بس انت والله مصايب. اذا هذا اجل رساله اجل اللي يشخبطون على وجيههم امهاتهم جالسين جنبهم والله اللي يشخبطون خاصه الحريم والناس اللي يجيبون العيد. امك فضحت مثلي يا ابو سعود ولا مقطوع الوالد. ابغى نشوف الحين السناب هذا متى ظهر؟ السناب يا الله لا تسوي حساب نصيحه. ها؟ لا تسوي حساب نصيحه. وش علمه؟ يصلح وش سالفته؟ هذا سوالف فيديو صور. ما بدي اي والله. ايش اسمه؟ عندك سناب؟ طيب على طار السناب انا اسمع السناب شو ما ادري سالفته ولا انستغرام سناب على الهواء ولا الحاجه دي كلها. هذا عنده. انا عندي تويتر وسويت اطول هاشتاج في العالم. سيجار ابراهيم السويد مسوي كوارث اجل. لا حط لي الشخبطه والله العظيم انا شخبط. خلص صور سناب يا شباب على الهواء. ابو وافي يا مرحبا مسهلا. ابو سويلم شخبط عليه خلينا نشوف كم ابو سعود. يا هلا نجرب الشخبيط الان تحفظوا لله. شخبط عليه يا مرحبا مسهلا. هذا حلو شخبط والله انا والله فعلا انا كانت عندي واحده يعني من يعني الوالده الله يحفظها. ايوه شخبط ظاهرة رجالتها الله يحفظها. ظاهرة رجالتها وتشخبط. عفستها شخبطت عليها بحيث ما حد يشوفها. عفست ايش؟ اجل الحمير شافوا مو عرف المقاس والله. الرخبة عظيم. ابوك يا وش الكلام ده؟ القصيم ما ادري الجنوب
يا رجال انت صادق والله العظيم والله بيض الله وجهك اللي علمتنا عن الطريقه هذه. اي والله انا والله قلت نزلت قبل يمكن اسبوعين بالسناب نصيحه وقلت ما احلل اي واحد ياخذ مقطع من مقاطعي مشخبط على مكان. طبعا الحين اصلا ابو سعود بس نقطه بسيطه. المقاطع الماضيه ابو سعود نقطه بسيطه ترى المقطع لما يحفظ من السناب بس تنبيه المقطع لما يحفظ من السناب مو هو يروح يشيل هو يروح هو دايركت لما ينحفظ على طول يشيل الفيسات يشيل دقيقه يشيل لما الان تروح برنامج حفظ البرنامج يحفظ بدون فيسات لما انت تحفظ البرنامج يحفظ بدون فيسات وبدون كلام الكلام تكتب تحت او اي شيء خبيث تحط عليه يحفظ مقطع ساده على طول اذا انت اي على طول مو هو اللي يروح يشيلها البرنامج دايركت يشيل الشخبيط ويشيل الفيسات ويشيل الاشياء اللي تحط عليها تغطي مثل مكان او تغطي المنديل خطير هذا على طول والأهم من هذا تدري وش الاخطر يا عبد الله اللي هون الشباب لا تهم ان اقدر احفظ مقطعك او الصوره اللي ارسلت لي اياها على الخاص بدون ما تدري اني انا فتحتها وشفتها. اوف اي يعني خلاص انا اجي عندي برنامج احفظ المقطع هذا اللي انت ارسلت لي اياه واشوفه بس الان ما يبين عندك اني فتح عندي. طيب الان اللي قاعد نشوفه اللي على الخاص ان العالم بالذات يعني خصوصا العوائل بينهم بين بعض البنات بينهم بين بعض يعني ترى ماخذين راحتهم على اساس انه مثلا ارسل الخاص ترسل لي هذه على الخاص ويرسلون صورهم يرسلون ما عاد في خصوصيه الحين يا ابو خشرم. تفضل. قبل ما شفت كاريكاتير حاطين صوره سناب على شعار السناب على بيت على واجهه بيت وموضح في واجهه البيت انه كانه السناب علامه السناب فاتشه البيت. صراحه بعد ما جاء السناب ودخل علينا السناب هو صح سهل التواصل بس انه ايضا كشف اشياء كثيره يا اخي ما عاد في خصوصيه في البيت. الان صرت تشوف غدائك في السناب قبل لا يجيك الصحن. انت بالعلم صرت تشوفه عند احد قبل العلم يا ابو عبد الرحمن. هذا اللي والله واضح من كل البلاوي دي والله العظيم ان كل هذه كلها بلاوي وانها فضايح وان القصد منها كشف المستور. صدق والله لا الانستغرام بلا سناب بلا الواتس بلا والله انا كلها فضايح. والله شوف بس الواحد يحرص على نفسه يحرص على عياله. هي وسيله تستفيد وسيله لكن تكون حذر يعني مو كل شيء وسيله بس صارت بلاوي يعني اول ما كنا نشوف المصايب هذه ولا الفضايح والعالم كله متحفظه الحين بدأت يتجرؤون الناس بدا يعني يتغيرون على حبه وهذا الشيء غزو لكن انت استفد منه زين خصوصا الاعلام يعني تواصل مع العالم اللي يحبونه اللي يشوفونه تسوي للي ومنها مو شرط انه انت فاتح حسابك عشان انت تتواصل هي منها تواصل منها اصلا اساسا انت جالس تسوق نفسك جالس تسوق لاعمالك جالس تستغل حسابك هذا استغلال جميل بحيث انه يكون حسابك مثلا شيء تسويق لك شيء تستفيد منه كراعي يكون لك راعي في حسابك تسويق من اي شيء سواء راعي كمثلا ركن القسيم او اي شيء ثاني فحسابك مو شرط يكون لك ايضا يكون لك مردود مادي فيه يكون لك تسويق معين يكون ايضا تسوق ناس ثانيين يا اخي في ناس ايضا ما طلع في الساحه مثلا كمنشدين او ممثلين او اعمال ثانيه او اعمال مثلا مونتاج تسوق له انت يعني انت دام الله كتب لك الخير وتصدرت في هالاشياء ونجحت اعلاميا يا اخي ايضا لا تنسى غيرك في انه تقدمه وتساعده في الظهور. المشكله مو بهنا مو بالمشكله يعني مثلا انه انت قاعد تسوق لنفسك مشكله في اللي يرسلون لك ففي بعض الاعلاميين مظنون مثلا ابو سعود عيد مسكر الخاص عنده في السناب مرتاح انا مقفله والله شوف وانت ريحت وانا والله خلاص انا مقفل والله قاعدين نشوف اشياء شفت هذه المويه تقدر تستخدمها استخدام صالح تقدر تستخدمها استخدام فاسد صح اقدر اغرق بس اللي تشوف يا اخي اقدر اغرق فيها وتموت واقدر تشرب منها وترتوي ما هي على هذه في قضايا حصلت في قبل فتره عزيزي الانسان سمعت ولا لا؟ اسلم حصلت في اليمن تمام واحده صور خاصه لها حطتها في جوالها وشغلات ذي تمام وباعت الجوال في ناس ما يخافون الله احسنت ولهم اساليب في الجوال في استخراج الصور الامور هذه وصلت زوجها شاف انتشرت صورتها هي في كل مكان دخل زوجها يوم من الايام في كوفي او في مكان ولقى الصوره مع واحد في جواله وهو مر من عنده سأله من جبت الصوره طال الكلام وحصل راح زوجها ذبحها. طيب هذا انت تقول يعني واحد على استخدامه هو في بعض الناس يستخدم بس في ناس عيال حرام ما يخافون هذا اللي اتكلم عنه. ايوه في ناس ما يخافون. انا ذاك يوم جالس مع احد الشباب في الجمهور كنا في ملاهي فكنت اتكلم مع واحد سالفه ما ابغى احد يسمعها فهو صورني بالسالفه هذه مسكت الجوال حقه انا بنفسي دخلت الاستوديو فتشت الاستوديو صوره مقطع وحذفت المقاطع اللي صورني اياها ما ابغى كلام يطلع كلام شخصي بيني وبين واحد حذفت المقاطع
والله جاني بعدها باسبوع ارسل لي المقاطع نفسها في انستغرام. طيب هذه طلع من الجوال، طلع من الاي كلاود. صح طلع من لا رابط جوال ما نزله. لا رابط جوال في الاي كلاود. طبعا الاي كلاود وش في الايفون؟ لما تربط جوالك بالاي كلاود خلاص اي مقطع تصوره ينحط في الاي كلاود. حتى لو حذفته تروح تسترجع عن طريق حساب في الاي كلاود، تسحب المقطع الجوال. ارسل لي المقطع والله بعد باسبوع على الانستغرام. الافضل يقعد على بوك الشاف. قلت الله يجزاك خير، اتمنى حذف المقطع. الافضل انك ما تخلص من جواله، ما تبيعه يكسر بيد النجر. اقرب رصيد يا حبيبي. والله في الجدار، اقرب جدار، صنف في الجدار. عاد انت يا ابراهيم مو بيلك جدار، انت مو بفضايح ما شاء الله عليك. والله العظيم انا يبي لي طول عمره هبد الجدار على الجوال بكبره. والله العظيم والله من جد. وبينا نهبدك انت، انا عقب البقره خلاص ما عاد عرفتك. طالع اجيك صرت محترم حلقه. اي والله الشباب كلهم صاروا محترمين. كانها بقرة عالجتها. هذا اللي والله بشوتهم نظره ايش زينها. الله يسلمك. والله تبي الصراحه ما شاء الله تبارك ما شاء الله الله. ما شاء الله. لكن امي تتابعك ما شاء الله. اقول لك شيء، انت جايبه انت معك والله شوف الصراحه انت انا انا غشيت والله ترى كذا المداخلات ما راح نقدر نسمعها. ترى ماخذ من سوق الزلمه. والله انا اللي غشيته. لا سامحني ابو حسين، سامح العذر والسموحه. والله ما شاء الله الناس تفاعلت مع موضوع السناب. لا هو دق علي وقت متاخر. الناس ما علمناه بالحلقه الا واحد، حتى الشلم ما مدري. سامحني معذوره والله ما عاد تقول. والله لي 4 أسابيع وانا معلمه. بس ممكن قلت ها ترى نبي نلبس بشوت، بس جالي كنا على الكيتو عنج واحده غاص تنبو. يلا نسمع الهاشتاج. الاخت بدريه جمهور بدايه تقول والله بلاوي، صدقت يا علي الوافي، كلام من ذهب بالذات السناب الحمد لله ما عمري شفته ولا يمكن افتحه. يعني في ناس ما شاء الله. بس يبقى انه ايش سهل التواصل. انا الشيخ هذا لما ابغاه هو ايضا ارسل سنابه ابو سعود وينك؟ طق يرد لي انا والله في مكان ثاني. سهل التواصل جدا. السناب سهل تواجدك. انت تستخدمه يعني بالتواصل. يا اخي انا والدتي قبل فتره لكن صار لي صدام، صار لي حادث معين، فوالله ما طمنت علي لين صورت له سناب عند اخوي. ضفت اخوي وارسلت له قلت انا بخير وطيب، وارسلت له سنابه وشافت الوالده. ففي استخدام حسن. هو في فائده ما اختلفنا على الكلام، بس في عواقب اكثر. ترى اي برنامج اي برنامج لازم احنا قبل هي النقطه. لا اكثر، لا والله اكثر. انا بالذات شوف انا بقول بالنسبه احنا للرجال ولا مقطوع الوالد قبل فتره، احنا للرجال يعني يحصل لنا مواقف قليله بس زي النساء. النساء يعني مصايب، يعني لو تطلع صوره واحده بس لا قدر الله عفويه وهي ما تدري راحت الدنيا وما فيها. تمام. فاضراره اكثر من منفعته. الحين يوم تقول اتصال ما اتصال، الحين بصوره ارسلها انت الموضوع، ما لازم السناب ولا لازم البلاوي. لذلك يا علي انا اضيف على كلامك، احنا ما نجي نقول انه والله لا انا ما عاد مثلا اي برنامج جديد ما ادخل فيه ولا كذا، لا احنا نجي نشوف ناخذ البرنامج، تعال هذا البرنامج نسال اهل الاختصاص، هل البرنامج فيه ثغرات؟ هل البرنامج فيه مشاكل؟ نعرف وش احنا نحمل، مو هو بتعال هبت الناس سناب تعال حمل سناب، بالذات البنات يمكن هم عاده هم اللي يعني نخاف عليهم اكثر من الشباب. صار في برنامج الان جديد، تعال وش ميزته؟ وش الميزات اللي فيه والسلبيات اللي فيه، اما تعال حمل وهب مع الناس هذه مشكله. شوف الحين هذه المشاكل اللي صارت. حملت السناب عبد الله تعال لا بس اعرف وش البرنامج بعدين حمل بسلامتك عشان تعرف. انت عبد الله حملت السناب تدري وشو؟ ما حملت تدري وشو؟ احنا كلنا حملناه ليش؟ فقط نكون صريحين، حملناه صح حفاظا على الاكونت لا يطلع عليك، لانه في ناس صراحه من بعض الجمهور الله يهديهم ويصلحهم يتلقف فتح برنامج جديد سبرنتر روح افتح اكونت عبد الخشرمي اصيد نفس اسمه مثلا في نفس اكونتك بالانستغرام وتويتر ويطير عليك. طبعا هذا اكونت هذا الشخص ليش تاخذه؟ حرام. عشان كذا اي برنامج تلقانا اول ما يفتح على طول عليه سناب، والله فتحته والله ما ادري وشو، بس عشان احافظ على اكونت يطير عليه. والله بعد 6 شهور توني افهم وش السناب وش سالفته. ايضا الانستغرام فتحت لقيت واحد ايضا الانستغرام ترى طار علي اكونت الاساسي مو من عندي، واحد فتح باسمي. ثبات على كلامك، وهذا تنبيه بعد يعني للجمهور. انا حسابي في السناب شات يختلف عن تويتر وانستغرام. انا فتحته في البدايه كان خاص يعني اخوياي وكذا، لا كنت فاتح خاص ولا كنت ادري. تفاجأت قبل يمكن تقريبا شهر واحد فاتح حساب باسمي انا، اي مقطع او اي صوره انزلها ينزلها هناك بنفس اكونتك في تويتر. بنفس اكونتي في تويتر. وفي والمشكله هذا وفي ناس يشكرون ايوه المشكله هذا قريب لي وقاعد يستغل اشياء يعني مش كويسه على الجمهور. فتفاجأت الجمهور صاروا يجون والله يا اخي ما ودك تسامحه الا لين يسكر الحساب. وجه له الان رساله. اي انا بوجه له رساله. فتفاجأت صارت تجي
هذا مقدمة سلكت انا والله صحيح تفاجأت الجمهور صار يجون يقولون لي محمد انت في حسابك هذا كويس وحسابك الثاني زاحف فيه وما ادري وشو. فرحت اناظر هناك وتفاجأت انه في مصايب. فانا من الان اقول انا حسابي في السناب شات يختلف عن الانستغرام وتويتر MM050080. الناس في الهاشتاج بس قاعد يقولون لا تخلون اهالينا الحين يبدون يخلونا نحذف السناب ما ادري ايش. مو السناب فقط يا جماعه احنا كلامنا لا في بعضهم فعلا يقولون الحين يمكن توصلون رساله لاهالينا ثم بعدين يضغطون علينا واحنا نستخدم استخدام جيد. كلامهم صح والله. فاحنا الحين نقول البرنامج قابل للاستخدام الايجابي والسلبي وقابل للاستخدام الايجابي. فانت اللي بيدك تختار. والله اللي بتجي بتقعد تتساهل في الموضوع هذا تتحمل. صح. حتى الشباب ترى احيانا الشباب ياخذون راحتهم بزياده فيكون يعني بعض المقاطع اللي تطلع ما هي كويسه. فاحنا نقول اي برنامج سواء سناب وغير السناب على حسب استخدامك. ما نبي احنا برضو يعني نوصل رساله سيئه بحيث انه يصير مشكله الحين يعني بين الاهل والابناء ويصير تولع بينهم. احنا والله ما نتكلم الكلام هذا الا حرص على اعراضنا وشرفنا. صح. سمعت لا والله غيرتنا على بناتنا. يشهد الله صادق. والبنت بناتنا بالذات احنا عارفين فيهم خير وفيهم العزه وفيهم الكرامه وفيهم الامور هذه. بس في ناس ما يخافون الله صدق. كثروا ما يخافون الله. يعني لما في بعض الناس ترى في خاصه في الزواجات هذه في الامور زي كذا يعني في بعض البنات عندها هي الشيطان استغفر الله العظيم. سمعت الله العظيم ايه ندعو لهم الله يهديهم. فهمت؟ فاحنا ما نتكلم الكلام الا خوف وحرص. فنصيحه الواحده لا ترسل لا صور كلام يعني مو كلام ما كلام ما في. اما الصور والامور الخاصه والاشياء اللي زي هذه نهائيا تبتعد عنها في اي مكان. كلامك في متمه يا ابو عبد الرحمن. الله لكن في ناس كيف بالله الله على البشت وعلى الكم الرجال كلامك متمه بعد والله واحد ثاني. لكن في ناس والله العظيم وشهاده لله يمكن كل يجي هالشيء يذكرونك بالوتر سلسلة بدوي يذكرونك مثلا بالصلاة على النبي يوم الجمعة سورة اي في ناس هذولي بالعكس يعني الله يبيض وجههم. لكن في العكس الثاني ان شاء الله نقول انهم قليلين. في وايد بس الغلطة في الامور زي هذه سمعت لا 100 ما هي ب10 100. تذكر انت يوم ذاك اليوم ارسلت لي انت بالغلط؟ مش ارسل تخيل اخر شيء صار وجهي بالعيد. وش ارسلتك؟ عطني سناب. عندك سناب؟ الله ما عندي انا ما عندي الا تويتر. عنده سناب ليش عنده؟ ما عندي سناب. هذا ما عندي الا تويتر بس. سمعت لا تويتر وبشرك ابو سويلم ولد. اسمع انا ما عندي الا تويتر سمعت لا وانقطعت عنه سنه ورجعت يعني على خفافي. واما الامور الباقي دي طيب بعلمك حاجه البارح بغيت افتح لي في الانستغرام ولا مقطع والدك ولا عرفت له خليت. وتبيع تمر وتبيع شغل. عنده شغل طيب. ابو سويلم بس ابشرك على الوافي فتح اطول هاشتاج. الهاشتاج يقول وانا اول ما شفته لا انك اصلا ما في هاشتاج. ايوه والجوال خرب. ايوه وطفى. وش في جوالك؟ علي تدري ان في ناس فاتحين حساب بالانستغرام حسابات باسمك. يوم نزلت العنان امس قالوا لي ترى هذا حساب علي هذا حساب علي وادخل الا والله الرجال مدهر صور لك يقولون الحسينان هذه ما ادري ايش الاسم المهم الرشيدي الحسينان ما عنده الا قصف جبهات اليوم. ايش وضعك؟ انا يعني نسوي سالفه بقره حقت ابراهيم. الحمد لله والله انت الله ياخذ ذكرت والله ما تنسي بعد شيء بلقاها في مكس بدايه ما ادري ايش ذي عرفت يجيبون بقره ويجيبون وجهي انا والله بيسوونها والله بيسوونها. لكن اذا سووها انا ما ارضى. لا هو برضاق اللي سووه وخلص خلاص الحين يا طويل العمر. في رساله جتني على الخاص الله يستر والله يستر من المين ولا مرسلها تركي الوكيل ومسي عليك تركي الوكيل بالخير. تركي يتابعنا تركي الوكيل يعني اعرف ان الرساله قصف جبهه. ابو تركي عبد الله ضيع الاسم حتى ترى والله انا بدق على الوالد فمنعنا الرد الله يرحم شبابك. يقول على هالبشوت ناقصهم ياسر حبيب. احنا الحين قالطين عند الشيخ قليغم
جلباب احنا الحين حفل زاين نقر والله ما منك ما الله ابو سعود. منو اللي كذا يسوي؟ والله انا بس ارد على تركي وكيل والله. اوكي طيب. طبعا ترى ريح تركي وكيل موجوده هنا. طبعا علي الغامدي اليوم برعايه تركي وكيل. الزري مرن علي انا صراحه. الله يعطيك العافيه فزعتنا بالبشت ابو ذا بس وانا اقول النصاب والله قبل اسبوعين علمته قلت له متى كلمتك مع علي؟ قلت بشوت قبل اكثر من اسبوعين 3 اسابيع. وهذا النصاب ولا كلمه. المشكله ما شاء الله انه بشوت جاي عشان المهرجان بس وجايبنا كالبدله والكرافته وناس انا من قعاطه والله. الله يسلمك. ابغى يشتري بشت. روق المنقع انها بشوتنا حلو بس ما تبي تشتري بشت. شفت بشتك شوف بالله وش رايك بشتها يا ابو؟ انا قلت جمد شايفه كانه فروع. احس انه مخيس وفسخه وطلع اما انت مقزع. بلا ضحكه معي. هو انت وين لك بشت يجي على مقاس اول شيء انت حلوه بالله تسبسب بشوتنا دور لك بشت يجي على مقاس. شوف اول شيء شرب نظيف. اذا لبست البشت ابو اوديك الخالد. منو خالد؟ هو يعرف خالد. اعرفه تعرف خالد؟ انا ريدي والله كنا صيقل. طيب والله لا طيب تعال تكسك الا الضمله يا طيب هذه مي فرو هذه بس ما شاء الله الجاكيت بكم ما شاء الله. والله شاري ماركه. الجاكيت اي ماركه بس شاري ماركه. شم ريحته انت؟ ويا المارس عين الله ترى. طبعا سلمنا حق الله يكرم شرفهم. هو اللي يشيل. يا مرحبا والله يا مرحبا بنعاونك على الخياس حقك اللي قاعد تسويه. كنا سنقر. سنقر. عم اللفه ذي مو سنقر. تعرف البكت يشيل حيا الله الجميع. بعد عشان تكون بالصورة. الله يعطيك العافيه. ابراهيم عشان تكون بالصورة. هذا البشت. انا الحين ولدك. انا حجي مسرحيه بسيطه. انا ولدك الحين. يلا انت الحين وانت جاي حنشل تخطب لي. طيب قبل المشهد الشباب يبغوا يطلعون فاصل. يلا الله يلقيهم خير. مع السلامه. يلا يا شباب يلا. برنامج المضياف يا زينه ينثر له برنامج المضياف. فلوس دراهم ما شاء الله الا الله. شلون طال عمرك؟ يبه هذا الرجال. انا ابوك. ثقاق وش تبي يا ملد القرقبه؟ اعطوني بشت. لا خلا لا بس هذا اللي جبت خطب. وش دولاب هذا؟ جماعه هذا اللي جبت خطب لنا من ماما زمنها جايه بعد شويه. الله اكبر. والعب ماما زمنها جايه. ما شاء الله. وها هم حجاج بيت الله الحرام. الله اكبر. يبا هذا اللي جاي تخطب لنا من هبه. خذ البش نبدا حقتنا. الشيخ ترى قرب الشيخ. هيا المشايخ في شيخ غيري. لا اله الا الله. انت الشيخ طال عمرك. ولا شيل السكينه ولا. وش تبون نتكلم بأي موضوع؟ نبي نتكلم عن الموضوع الموضوع. الحديث اللي يقول ولا تزيني عباتك اللي قلته ذاك اليوم. سبحان الله. ابو ابليس وعياله. من جت ذكر الشيخ ابو سعود قال في حمله الاعجاب. اول ما نبدا باسم الله يا هالمجرم. شيل بص. ذكر ابو سعود والله لحظه في حمله الحجاب. قال خير. علي هلا سم علي انا اقول من هو اللي يبيني اخطب له الحين؟ ما ابغى اخطب لك. خط له فضيحه تبي بعدين تتابع بالخطبه. ابو سعود جزاه الله خير كانت متحمس رصيدك. ايوه كان في الموضوع كان على الحجاب. كل واحد يستدلال. علي اصبر علي ما اتفقنا عليه. يا رجال كان كل واحد يجيب استدلال كل واحد يجيب موقف. تدري عقب السالفه جاني عرض من حد القنوات. قال مفسر احلام ولا وش؟ ابو حنشل عمامه سوداء. المهم جاب حنشل. الله اكبر. استدرك ابو حنشل ومد شلون و لحظه وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. علي وقال الحديث الشريف ولا تزيني عباتك. علي يا الرجال طلع حلو. جاء الاعداد قال وين ابو سعود؟ قلنا والله جوا. قال نادوه
حبيبي احنا جونا مفتين القناه، وش اللي تجينا عباتك؟ وش الحديد اللي مطلع من بطنك انت؟ والله مو حديد صدق يعني. والله بقول لك شيء، اول شيء بيض الله وجهك انك جبت السالفه هذه، والله العظيم من زد رصيدك 3 من يوم طلعنا. استضافنا محمد الطلحه الله يمسيه بالخير برنامج نجوم وجوائز، وكنت بتكلم عن الموضوع هذا وحبسني حابس على قولتهم في شيء نساني تشخيص نسيت لا اذكر، وفي برنامج ثالث بس ما ادري وش 3 مرات ذاكره بدايه. والله العظيم كني مستعد وحاط ملاحظه بجوالي اني بتكلم عن الموضوع هذا ايام زد رصيدك، اني اقول اليوم بدخل كونفش الروم وبتكلم عن الموضوع هذا وانسى. طبعا شيخ لا انت ما كتب لك الله تقول السالفه والله لكن حتى لو جاء الشيخ ابى هذا استاذ من الشيخ وبكمل السالفه ان الله شاء. ارجع قوموا قايل السالفه يا شيخ، انا طالبك يا شيخ الله يسلمك انك تسمح لي اني اقول السالفه. متى؟ اذا بعد ما تجي ما اخاف ابشر. يا هلا يا هلا يا مرحبا ومسهلا. يسلمكم يحفظكم ويوفقكم. كيف حالك؟ يا هلا يا هلا يخليك ان شاء الله. يسلمك. يا مرحبا كيف حالكم؟ عساكم بخير. يا مرحبا بالشيخ حياك الله. الله يوفقك كيف حالك؟ طيب مش عزقنا تحت يا هلا والله مقرب. هلا وشيخ عبد الله كيف حالك؟ شلون امورك؟ عساك طيب؟ الحمد لله الله يسعدك. يا مرحبا هلا مرحبا شيخنا كيف حالك؟ خير طيب ان شاء الله. يوفقكم يسعدكم. يا مرحبا مسهلا نورنا. هلا والله كيف حالك؟ عساك طيب يلا حيوك. الله يوفقك. بارك طيب. الله يسعدكم. يا هلا والله الله يحييك. كيف حالكم؟ الله يسلمك. عساكم بخير؟ يا هلا وسهلا. الله يحييك. الله يسلمكم ويحفظكم. كيف حالك يا شيخ؟ انا ابي شباب مريت هنا قبل ما ادخل عليكم. ايه فيه كيكه. ايه تورته. ايه ما شاء الله. انا حسبها بلاستيك والله. ايوه لان شفت هنا كركبه اغراض حطيت ايدي. صدق والله. اي والله. عوافي يا شيخ فدا. لا الحمد لله. ايش جاب من جاب هذه صارت معي يا شيخ والله خالد. احنا نتساءل عنه قبل نجي وش قصته وش سالفه اللي عليها صورة طفلة. اي نعم احسنت. وين البشت حقي؟ اي موجود هذا. جايبين انا شفت فقره قبل شوي. انا بالعاده باللقاءات الحبيه ما البس بشت. اي بس شفت الربع طاقين بشور ولا واضح اسمحوا لي واضح انهم مستاجرات. اي يعني ما لا ما هي مستاجرة سلفه يعني واضح انها ماخذين دوره تدريبيه بس عند تركي كيف يلبسنا البشت اي ممتاز. بس شكل البشوت هذه اما انا والله صاير كني جحا. حبيت شلت كني. ايه الا جحا جحا حياكم الله. يا هلا وسهلا. الله يحييك يا شيخ خالد. ما ادري متى ما حبيت وابدا استعنت بالله. شيخ انا كنت اقول قصه سم وكنت اقول 3 مرات اطلع على قناه بدايه خلاص ولا يكتب الله اني اقول السالفه. قلها هي بس تنويه يعني ما يخالف. ايام زد رصيدك 3 كنا نتكلم بموضوع الحجاب وحجاب المرأة والفتاة والعبات الجديدة اللي طلعت علينا وهذا، فكان الموضوع حبي وكل واحد يدلي بدلوه. فأنا هذيك الليلة حسيت إني الشيخ وقاعد أتكلم وكل شوي نداخل يتكلم واحد بعدين أستاذن وأتكلم بعده يتكلم الثاني وأستاذن، فكان الموضوع ثري وكنت الليلة ما شاء الله الشيخ حقها. وأنا أتكلم أثناء الكلام ألفت لي حديث. جاب حديث من راسه يا شيخ. وانا اتكلم عن العباية. ايه فقلت قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تزيني عباتك. ويلا ما بقى يصفقوا لي الشباب. خلص البث هذاك الوقت كان قبل يسحبون الجوالات معنا وكان البث الى الساعه 12 بالليل. خلص البث انا كنت مبسوط. المنشن على طول شو كتبوا الناس. شكرا سماحه الشيخ شكرا فضيله الشيخ. وناظر يا ابو حنشه منين جبت الحديث؟ اللي بعده يا منين جبت الحديث هذا؟ لا تألف. انا قلت ما عندهم مسافه هذا ما يعرفون قدراتي. اللي بعده الثاني الثالث الرابع. اخر شيء قلت شيخ بوط المري ينمون عليه. الو نعم الظاهر نيم. ساعة انت في الليل دقت له. الساعة اخر الليل. ايش تبي؟ قلت قاعد والله يا ابو صالح الفت لي حديث وبشوفه موجود ولا لا. قال وش؟ قلت والله لا ولد زيني عبد. قال والله اني ما سمعته لكن ابحث وارد لك. ويوم كامل الى بكره العصر وانا على اعصابي متوتر ومواصل كل ما اقرا المنشن اتوتر اكثر. جاء بكره يتصل علي قال والله يا ابو حنشل دورت ما لقيت. قلت انا بعد من امس وانا ادور حتى التوراة والانجيل دورت ما حصلت. قلت لعله يمين يسار. قال
فيه أحاديث ضعيفة يمكن يستأنس به، هذا مرة حتى ضعيف ما هو موجود. اي والله حتى استأنس به. قلت بكرة كم في الروم ولا كتب الله اني انوه عن السالفة هذه، واطلع 3 مرات ذاكرة بداية، نجوم جوائز، تشخيص وبرامج ثانية. بتذكر بأن الحديث بذكر ان الحديث هذا استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه، الحمد لله، وانه لا احد يحفظ الحديث هذا وانا استغفر الله. الحديث منين جاني؟ اذكر يوم كنت صغير بالسوق اسمع رجل الهيئة الله يجزاه خير، لا تزيني عبادتك، لا تزيني عبادتك وحسب حديث الله يكتب اجرك. وانا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تزين. فجزاك الله خير يا شيخ اللي سمحت لنا. لا والله بالعكس، الله يبيض وجهك، الله يجزاك، ونحبك في الله يا شيخ. الله يوفقك، والله ان اسعد فرصه يوم فرحنا انك الله يوفقكم جميعا، ان موجودين معك اموركم يا رب. الله يحييك. طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. في فقرة سارعوا في كل أسبوع نستضيف أحد المشايخ والدعاة الذين يعني لهم باع طويل في مجال الدعوة. ونذكر أيضا بأن هذه الفقرة فقرة وسارعوا هي برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بضرمة، والذين لهم يعني أو لديهم وقف العطاء، والذي يعود ريعة في عدة مشاريع في الدعوة لغير المسلمين، وكذلك التفقه في الدين، وكذلك تعليم الفاتحة ورحلة العمرة والحج وغيرها من المشاريع التي ليست مقتصرة على منطقة ضرمة وإنما على المملكة العربية السعودية يعني بشكل كامل. باسمي وباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ خالد الخليوي، فالله يحييك، آنستنا وشرفت مكاننا، ونتشرف فيك في هذه الجمعة الخفيفة الحبية. بارك الله فيكم جميعا. أولا أنا أريد أن أذكر الآن وقف العطاء في ضرمة، هل القناة تخرج أن يشارك؟ نعم موجود. تمام. أجل أنا أنبه إن شاء الله على الوقف وأشارك فيه إن شاء الله بما ييسره الله سبحانه وتعالى في أثناء اللقاء. جزاك الله خير. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قالوا لي إن اللقاء حبي وفي أخذ وعطاء، لذلك أنا أطرق موضوعا سهلا لكنه عظيم في نفس الوقت. أنت لما قلت وسارعوا، هذه مأخوذة من قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وكلمة سارعوا تدل على شيئين: على فعل الشيء وإيش قولوا معي، والمسارعة فيه. الآن لما قال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة تفيد شيئين: أقيم الصلاة والفورية. لما قال الله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، الأمر في اللغة العربية وعند أصول الفقه يفيد شيئين: فعل الشيء والمسارعة فيه. تخيل، وهذا ذكره أهل العلم، أنه أنت قلت لولدك أنا عطشان يا ولدي أحضر لي ماء، الآن قلت أحضر لي ماء، جاب لك الموية بعد أسبوع، قال أنا الأمر اللي أمرتني به نفذته، أحضرت لك ماء. هي لكن أحضر لي ماء تدل على أنه إيش؟ الآن إحضار الماء. يفهمه الإنسان العاقل أنه إذا طلبت منك الشيء يدل على سرعة إحضاره، إلا الشيء اللي متوقع أنه ما يفعل به الآن، مثل ابن لي فلة، هذه تحتاج لها 2 فما تتأخر أكثر من 2 أو 3 سنوات، إذن المسألة نسبية. فلما قال الله سارعوا، إذن لا تتأخر. لماذا لا تأخر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. تعرض لك أشياء كثيرة يمكن تمتنع من المشاركة. بعض الدول الإسلامية، فما بالكم بغير الإسلامية، إذا ما شاركت الآن في مشروع الخير ولا كفالة يتيم، بكرة ممكن ما يسمح لك تشارك. وزع الشريط الإسلامي المرخص، يمكن بعد فترة تحدث أحداث سياسية فيمنع من توزيع الشريط الإسلامي. ابني مسجدا قبل أن تحدث أحداث سياسية، ثم بعد ذلك ما تستطيع أن توصل المبلغ لإكمال المسجد. وبالمناسبة إذا يسر الله سبحانه وتعالى أنه أنا أشرفت على بناء مسجد لأحد التجار، ما أسمح له يعطيني المبلغ بالتقسيط، لأنه لو حصل له شيء بكرة مع الورثة أو بكرة يحصل له نكبة في الأسهم فيقول لا والله ما أستطيع أبني المسجد. لا، كيف نتوقف الآن؟
آخذ المبلغ كاملا وبعد ذلك نرسل لك نحن تقارير عن المسجد. فالمسارعة دائما يعني السبق. وهنا أعطيكم لطيفة جميلة ذكرها أهل العلم حينما قال الله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات، ما قال سابقوا إلى الخيرات، هي في الأصل سابق إلى الخيرات، لكن هنا جاءت فاستبقوا الخيرات، إلى هذه أسقطت. فما الفرق بين سابق إلى الخيرات واستبق الخيرات نفسها؟ أنا أخبركم وش الفرق حتى لا يروح علينا الوقت، إلا إذا كان أحد منكم عنده محاولة واحدة، فإن أجابها إجابة صحيحة فله مني جائزة، بس لأني قد سويت كذا في أسئلة أحس أنها صعبة وحطيت جائزة وأجاب صح وتورطت الله يسلمك زي بعض الناس. أي نعم، بعض الناس راحت عليه 500 على المسرح. الله يجعلها إن شاء الله. طيب فاستبقوا الخيرات واستبقوا إلى الخيرات، وش الفرق بينهم؟ فسابق إيش؟ فاستبقوا إلى الخيرات، فاستبقوا الخيرات، الآية فاستبقوا الخيرات، ما قال إلى الخيرات. إلى الخيرات. أيوة. استبقوا إلى الخيرات يعني بينكم كمؤمنين. طيب. فاستبقوا الخيرات نفسها. هو ما لا هذا نصفه معه ولا تزينوا عبادكم. الله أكبر. طيب نرجع الله يسلمك. والله محاولة لعل بالجائزة يمكن يحصلنا بيشتكى ما شاء الله. أنت كذا يا شيخ ما راح تخلينا نحاول. لا مو مازحة. على كل حال للفائدة أبو سعود وسيع صدره، هذا اللي فعلا عليك. أنا أحبك يا شيخ الله يوفقك وييسر أمرك. لاحظوا يا جماعة الخير، استبقوا إلى الخيرات، وصلنا جميعا إلى الخيرات. افترضوا أنه هذا الفرشة هذه الخيرات، تمام؟ نحن استبقنا إلى الخيرات اللي هي الفرشة هذه أو البساط، لكن وصلنا إلى المتر الأول. كلنا الآن استبقنا إلى الخيرات. لا، واحد ما اكتفى بالمتر الأول، قفز إلى المتر الثاني والثالث والرابع في الخيرات. إذن فاستبقوا الخيرات تفيد شيئين: صل إلى الخيرات ونافس في الخيرات نفسها. واحد قال أنا الحمد لله تبت إلى الله سبحانه وتعالى، اكتفى بترك المحرمات والحفاظ على الفرائض، هذا تاب إلى الله. واحد ما اكتفى بأنه تاب انتقل إلى فعل الخير وبذل الخير والنصح والدعوة والفرائض والنوافل، كلهم في دائرة واحدة لكن الدرجة تختلف. نحن نقول اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، والفردوس فيه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل مقامك في الفردوس مثل مقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن الدائرة واحدة لكن الدرجة تختلف. فاستبقوا إلى الخيرات، دخلنا إلى الخيرات لكن اكتفينا بأي شيء. لكن فاستبقوا الخيرات لا، ما تكتفي بأنك تكون في الخيرات فقط، تكون من الأوائل في درجات الخيرات، من الأوائل في درجات الخيرات. جنات النعيم في من يكون في أقل درجة وهي عظيمة، وفي من يقول أنا ما يكفيني أقل درجة، أنا أريد مع الصحابة، أريد مع الشهداء، أريد مع الصالحين، وهكذا. نأتي الآن إلى آية نتأمل فيها سويا، وقولوا لي بسهولة في أي سورة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذه في سورة الرحمن. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني لو قال لك واحد من الناس قبل السفر أعطني وصية سريعة كذا أحفظها، قل له هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يعني هذه كافية، حكمة مطلقة من كتاب الله سبحانه وتعالى قالها الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. سر في هذه الحياة الدنيا بهذا الضياء التي تضيء هذه الآية. هل هنا هذا حرف استفهام، لكن المقصود هنا ليس الاستفهام، المقصود النفي. يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان، لكن عند من؟ عند الله. أما مع البشر هل يقينا جزاء الإحسان الإحسان؟ أحيانا إيش؟ الإساءة، أحيانا تحسن إليه ويسيء إليك. تذكرون المثل المشهور عندنا يمكن في نجد، ما أدري، جزاء المعروف 7 كفوف. أسوي لك معروف وتسوي لي هذه الفعايل. أي في بعض الناس بهذه الطريقة. ما إذن مع البشر مو شرط إنه جزاء الإحسان الإحسان، لا، أحيانا جزاء الإحسان الأصل مع الأصل طبعا، هذا هو الأصل. لكن مع الله سبحانه وتعالى ثق تمام اليقين أنه أي إحسان سيحسن الله عز وجل إليك، سيحسن الله سبحانه وتعالى إليك.
ولذلك هذه الآية تحضنا على أنه أكثر التعامل مع الله. أنت تتعامل مع البشر، لا تنسى التعامل مع الله. والله سبحانه وتعالى جمع بين اسمين من أسمائه الحسنى في آية واحدة. قال الله عز وجل: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. غفور وشكور. ما المناسبة في جمع هذين الاسمين؟ تكتمل منة الله عز وجل علينا بهذين الاسمين. غفور للذنب مهما كبر، وشكور للعمل الصالح مهما صغر. والدليل على هذا المعنى قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال أسرفوا، شوف حتى يطمع الإنسان في فضل الله. ولما قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. من يقول لي منكم يا أيها الشباب الكرام هذه الآية نزلت في ذكر صفات من؟ والذين لاحظ إذا فعلوا فاحشة ذكرها الله في صفات أهل التقوى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. شوف، مع أنهم أتقياء مع ذلك ضعفت نفوسهم فارتكبوا الخطأ. الله سبحانه وتعالى يقول: لا تيأس من رحمتي. المهم أن ترجع بسرعة إلى الله سبحانه وتعالى وتتوب إليه. وشكور للعمل الصالح مهما قل. فمن يعمل مثقال ذرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو 1,000,000 تمرة، 1000 تمرة، تمرة واحدة، لا حتى شق تمرة. حتى ما يقول أحد أنا أتوقع أن مشروع الوقف في ظرمة هذا يعني يشارك فيه التجار الكبار. لا، غلط هذا الكلام. حتى أنت لو بريال يا أخي، نصف ريال، لو تكون وسيط الدال على الخير كفاعله. فشارك ولو بالشيء اليسير. لا تحرم نفسك من المشاركات الكبرى. يعني أحيانا مشاريع بمئات الملايين تقول استحي والله أقدم 2 3 ريالات. لا تستحي، لأنك تقدمها لله، أنت ما تقدمها للبشر. والله يأخذها منك ويقبلها منك. إن الله لا يربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوة. والله عز وجل قال: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هل حدد هذا الخير؟ ما حدد. خيرا، أي خير، المهم نية صادقة. سبحان الله، يقول ابن المبارك في كلمته الجميلة، يقول: رب عمل كبير تصغره النية، ورب عمل صغير تكبره النية. ولذلك يقولون في الحكمة: أعطني هدية صغيرة ما في مشكلة، لكن مع حب كبير أشعر أنها بمحبة. ولا تعطيني هدية كبيرة أحس أنها المصلحة ما هي لله سبحانه وتعالى. سبحان الله، ما يطلع لها قيمة. لو تقدم لي ما تقدم لي أحس أنها المصلحة. بعكس إنسان قدم لي هدية بسيطة، هذا جهده، لكن أنا أدري أنها تعبير عن مشاعره الصادقة التي هي في قلبه وبين جوانحه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سؤال آخر: الإحسان في هذه الآية كم ذكر من مرة؟ مرتين. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من فاعل الإحسان الأول ومن فاعل الإحسان الثاني؟ أيوة. الإحسان الأول هو الفاعل. أيوة. والإحسان الثاني هو المستقبل. الشخص الثاني مستقبل الإحسان. لا، شوف، ممتاز. الأول هو اللي فعل هل جزاء الإحسان من اللي أحسن هنا؟ الله. البشر. إلا الإحسان من الله. إذن الآية: هل جزاء إحسانك إلا إحسان الله إليك. وضحت الصورة. النقطة الثالثة: فرق بين إحسانك للبشر وبين إحسان الله لك. فرق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يسر على معسر يسر الله عليه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. عطاء الله سبحانه وتعالى يختلف عن عطائك. أنت قدمت له ماذا؟ شفاعة، طعاما، شرابا، لباسا. الله يعطيك عافية، يعطيك صحة، يعطيك مغفرة، يعطيك جنات النعيم. لأن الله قال عن المحسن: للذين أحسنوا. لاحظ، أحسنوا إيش؟ الدنيا قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أحسنوا الحسنى. النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من أحسن، ومع ذلك يقول: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت؟ قال: حتى أنا، إلا يتغمد الله برحمته. ففرق بين إحسانك أنت وبين ما أحسن الله عز وجل إليك. بل أزيدكم يعني في الشعر بيتا. أصلا
من اللي وفقك للإحسان ابتداء؟ الله سبحانه وتعالى هو اللي شرح صدرك. تدري إن فيه ناس معهم فلوس أكثر منك والله عز وجل ما شرح صدورهم أنهم يدفعون، يجيه مجال شر وسفر باطل وشرب خمر وزنا أو أشياء مباحة، سبحان الله يدفع وتمتد يده بالعطاء، ويجيه مجال خير سبحان الله يتردد، وإن دفع قليلا وتندم في داخله ويده ترتعد وهو يدفع 5 ريالات ولا 10 ريالات. ما سبحان الله بخيل. والنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من البخل. خذ راحتك الا لا تكفى يا شيخ الله يدخل والله ان شاء الله تاخذ راحتك. والله انا لو ندري ما تسنت ولا بيض الله وجهك. في مراكي يا شيخ. لا خله لاني والله اني انا سبحان الله هذا ترى من الاحسان يا جماعه. اي والله الله يجزاك بالخير. وعفستني والله الله يهديك. لا بالعكس هذا هو يقصد منها الجزاء الاحسان يقول عفست هو يقصد لا هو يقصد انه عارف والله عفست المشاعر من الاحسان ان احسن الظن به. يا اخي الله اكبر والله نيتي ترى عارف ان عفستني احرجتني اخجلتني. صرف والله عرف لك الشيخ. لا والله لا والله نرجع مره ثانيه. يا شيخ معليش ما جاز لك مره ثانيه اي والله يا شيخ ترى ما استدي ثاني. اتحمل الى متى؟ لا يا شيخ ابراهيم في واحد يبي قهوه تحت. طيب نكمل. يلا نكمل. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ وش وصلنا اليه قبل ما نقف مع الشيخ؟ الإحسان لا نفس يصب عليه يعني البخل. هذا من البخل. النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من البخل، ولذلك تعوذوا بالله من البخل. ترى في ناس بيننا ومعنا وأحيانا أقارب أو أباعد أو أصدقاء سبحان الله طبيعتهم البخل. طيب وش الحل؟ تعوذ بالله من أن تكون بخيلا. صعب البخيل يحرم من خير كثير والله. البخيل يعني يأتي بالتعاسة لنفسه والضيقة لنفسه، لأن الله عز وجل كتب أنه على قدر ما تعطي تأتيك السعادة، لا على قدر ما تأخذ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الصحابة يلجئونه أحيانا إلى الجدار ويسقط رداءه ويقول والله ما تسألونني شيئا من الدنيا إلا أعطيتكم إياه، والله لو كان عندي مثل ما في هذا الوادي من الشجر لأعطيتكم إياه. ثم يقول لهم والله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم من الغنى من هذه الدنيا، أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المحسنين. وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء. أنا ما زلت أقول وأكررها، لو تقدم أحد لأختك أو ابنتك وحبيب وطيب وخلوق بس إنه بخيل، أنا أقولها بالفم المليان لا تزوجها. العيشة مع البخيل صعبة ما يتردد. يعني في الرحلات مودي أهله مثلا للشرقية ولا مودي أهله الأبها، أحيانا يقولون يا ليتنا ما طلعنا معه. هم طالعين معه علشان إيش؟ يستنسون. يبحث 20 عن 20 شقة يدور، يقول هذه الزين هذه إزعاج لكم، هو لا يدور الرخص، يبحث عن الرخص. أعوذ بالله. أي نعم. وإذا بغوا البقالة نبغى البقالة بالطريق قفلة، قال ما هو بزين، بعدين كل شوي تبغون حمام وكذا مو بزين. اي كذاب. وانا كم جابوا تنطلق بطولك. اي كذاب ما يبي يشري والعياذ بالله. اعوذ بالله. ففعلا ولذلك الف العلماء في البخلاء وذم البخل والعياذ بالله. وان ابو بكر الصديق يقول في صحيح البخاري البخل أدوأ الداء هو البخل. والله عز وجل يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شوف إذا شرح الله عز وجل صدرك وأصبحت إنسان معطي، طبعا كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إذن في الوسط. فمن الكرم أن تشارك في الإحسان إلى خلق الله عز وجل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما معنى الإحسان؟ الإحسان في معنى مشهور عند الناس، تمام، وفي معنى قليلا ما يذكرونه وهو من معاني الإحسان. المعنى الأول للإحسان إيش هو؟ مساعدة الغير. أنك تقدم من الخير الذي عندك للغير، هذا الإحسان. في مفهوم ثاني للإحسان وهو الإتقان.
حتى وأنت تقدم للغير من الخير اللي عندك لازم تتقن. شوف الله عز وجل ماذا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم. جالس تقدم إحسان، لا تنسى الإحسان الثاني بالمن والأذى. فإذا أحسنت الإحسان الأول لا تنسى الإحسان الثاني، إنك تكون لوجه الله حتى تكتب لك، حتى تكتب لك. الصلاة كم اللي يصلون في العالم الإسلامي؟ أنا أتوقع يمكن قل 700 مليون 800 مليون يصلون في العالم الإسلامي. من هو الذي يتقن الصلاة في العالم الإسلامي؟ من هو يحسن الصلاة؟ قلة. هذا ابن عمر عبد الله قال لأبيه: الحجاج في عهدك كثير يا أمير المؤمنين، لأنه يفرحون أن الحجاج كثير في عهدهم. فقال: لعل الركب كثير والحاج قليل. اللي جاءوا لبسوا إحرام واغتسلوا وطافوا كثير، لكن من هو اللي بيرجع منهم كيوم ولدته أمه؟ ذاك الرجل صلى ركعتين والنبي يشوفه وينظر إليه، لكن استعجل. إيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعليك السلام. إيش؟ صلي فإنك ارجع فصلي فإنك لم تصل. عجيب، قرأ يا جماعة الخير وركع وسجد. ما أحسن، ما أحسن. إذن الإحسان بمعنى الإتقان. أحسن أداءك يعني أتقن أداءك. قال الله عز وجل: الذي أحسن كل شيء خلقه، يعني أتقن كل شيء خلقه. صنع الله الذي أتقن كل شيء. ورد في الحديث: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فأتقن عملك. إذن نحن بحاجة إلى أن نحسن، بأن ننفع الغير، وأن نتقن هذا الإحسان. طيب، الإحسان ينقسم قسمين، قسمان شريفان عظيمان، أحدهما أشرف من الآخر، أسمى من الآخر، أعلى من الآخر. يقولون الإحسان إحسانان: إحسان أبدان وإحسان أديان. إحسان الأبدان ماذا يقصدون بها؟ ماذا يقصدون بها؟ تحسن إليه صدقة، أكل، شرب، لباس. إحسان الأبدان. إحسان الأديان أن تغير فلوس؟ لا، إحسان أديان. دعوة يا شيخ. أن تدعوه إلى الخير، أن تحسن من خلقه، أن تحسن. هو مسلم غير ملتزم فتجعله ملتزما، مسلم مذنب فتحاول قدر المستطاع أن تخفف من ذنوبه، أو مسلم غير مذنب إلا الذنب اليسير فتزيده من طاعة الله سبحانه وتعالى. الآن لما تقول الواحد أنت شوف، حتى نجمع الإحسانين، أنت تمشي في الطريق بسيارتك اللي هي وش سيارتك يا شيخ؟ هوندا أكورد، يعني غالية من النوع الفخم. على قد تحس انك لو ركبتها تنعفس شيخ. شيء انا مبسوط منها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، نعمة والله الحمد لله. يلا لقى الحمد. وانت في الطريق حصلت واحد يمشي على رجليه فقلت تفضل اركبك. الان احسان الى ايش؟ الى الابدان، صح ولا لا؟ سولفت معه في الطريق، وين رايح؟ قال لك انا رايح البيت الاهل. هل عندك شيء؟ ما عندي شيء. انا رايح المحاضره، ايش رايك تروح معي المحاضره؟ احسنت ايش؟ الى دينه. الى دينه. الان فجمعت الاحسانين، احسنت الى بدنه واحسنت الى دينه. كلاهما محسوب عند الله عز وجل وعظيم عند الله، لكن ايهما اشرف واعلى؟ الاحسان الى الاديان، لأن الإحسان إلى الأديان ينفعهم في الدنيا ويوم والآخرة في الآخرة، أما الإحسان إلى الأبدان ينفعهم في الدنيا فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قام بأي الإحسانين؟ بكليهما. بكليهما. ما كان يطعم المسكين، ما كان يزور المريض، ما كان يأتي للصحابة عجزوا عن كسر الصخرة يكسرها، كان يحسن إليهم إحسان أبدان ويحسن إليهم إحسان أديان، بل كان يستخدم الإحسان في الأبدان إلى الأديان. المشكلة أنه حتى الكفار الآن يستخدمون هذا الأسلوب مع الأقليات المسلمة مثلا في أفريقيا وفي غيرها أو في مواطن الحروب. يسحبوا من الدين الآخر. كيف يسحبونه؟ يقولوا له تعال خليك نصراني، خليك يهودي، خليك كذا. إحسان الأبدان. إحسان الأبدان. تعال تبغى طعام، شراب، كساء. المسلمين شوف مشغولين في أنفسهم. بلاد إسلامية تملك المليارات ما التفتت إليك. بلاد إسلامية أقرأ عنهم في الجرائد يدعمون يبذلون الملايين المملينة علشان كورة ولا عشان لاعب ولا عشان مطربة نصرانية يستضيفونها في الخليج العربي ولا في أي مكان، وأنت يدرون عنك وعن مآسيك ما يدفعون لك شيء. تعال أنا أعطيك إيش تبغى؟ علاج؟ تبغى تسافر إلى بلدنا؟ أسكنك هناك ولك راتب شهري، لكن خليهم يقرأوا وصايا المسيح عيسى عليه السلام. المسيح عيسى عليه السلام، ثم بعد ذلك المسيح ابن الله، ثم
كما قال بعض النصارى في القديم ليس المهم أن يكونوا نصارى، المهم أن نخلعهم من الإسلام. فأهل الإسلام أولى بأن يشاركوا. ومن هذا الباب جاء مثل هذا المشروع، مشروع الوقف، لأن الوقف ما معناه هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. نحن نقوم بطريقتين الآن. الناس بحاجة إلى شيء استهلاكي، إني أودي له موية وأودي له تمر وأودي له رز وأودي له طحين، لازم يومي، وأحتاج إلى رافد ثابت. عمارة تؤجر ريعها كل سنة أنفقه على الفقراء والمساكين، أو على المحتاجين، أو على الشباب المحتاج للزواج، أو على دعوة غير المسلمين، أو دعوة المسلمين. ولذلك إذا كان معك 100 ريال، على الأقل 50 ريال في مجال استهلاكي، و50 ريال في وقف. أنا لو مشرف على جمعية، أي مشاركات تأتيني سأجعل على الأقل 70% أو 60% لأوقاف، وأنفق 30%. ثم بعد ذلك أبني مشروعا، إما بقالة ولا عمارة ولا إيش من التجارات. التجارات الثابتة. الصحابة يقولون، جابر يقول: ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يوقف شيئا إلا وقفه. ترى أنا استمريت في الكلام، إذا حبيت قاطعني. لا بعطيك خبر. أيوة أحسنت، ممتاز. أي نعم. لكن في تصور ضيق في مسألة الوقف. بسم الله. عافية يا شيخ. يعافيك. يقولك مطرح ما يسري يمري. يعني شلون يعني؟ يعني مطرح ما يسري يمري. والله يا شرحها. عفس فسر والله معفسد، والله شوف انا ما فهمتها. اي والله احيانا الجمله حلوه بس يتوهق الواحد جواتها. ما اعرف لا واضح بس ما زحكه طيب. يعني بعض الابيات، حتى الابيات الشعريه، ترى الشعر مو بانه على البحر يصير ممتاز، لانه احيانا ما في وصف جديد. يقول الليل ليل، لاحظوا بالشعر، وهذا ترى بالوزن صحيح. الليل ليل والنهار نهار، والديك ديك، لا الليل ليل والنهار نهار، والكلب كلب والحمار حمار، والديك ديك والدجاجة مثله، وكلاهما طير له منقار. كوزن ممتاز، كوزن وبحر. ما في شلون يسري يمري؟ هو يسري يمري يعني حمار ويسري يمري، والبقرة بقرة. على ما قال. لا استغفر الله وتوب اليه. لا قصد في شوف بشكل عام عشان البشت اللي معه مش مضبوط. قلت انا مرة بقرة. المفروض بقرة البشت. لا يقصدني يا شيخ، سنة خاصة. لا شوف امزحوا واستانسوا واضحكوا، الحمد لله تمام. بس انتبهوا لشيء يضحك، لكنه يضحك هنا ويزعل هناك. أكيد. أي الله يوفقكم. نكمل. جزاك الله خير. في مفهوم ضيق في الوقف بالنسبة لنا نحن. نتصور أن الوقف، يعني أنا شاركت بمثلا إحسان ولا بصدقة ولا بمشروع، لكن أشارك بوقف عادة الأوقاف تكون إيش؟ مبالغ عالية ضخمة. أو أنا أبغى أسوي لي وقف، وين يبغى لي؟ لا. الآن افترض أني بشارك بمكتب دعوة وقف. ايش الخيارات اللي عندي؟ انا راتبي 3000، انا راتبي 5000. لا يا اخي انا راتبي 1000. ايش الخيارات اللي عندي اني اشارك في وقف؟ اعطوني خيارات. مكتب قليل. دعوه مثلا. ها قليل. اي وشو مثل ايش؟ دقيقه، انت الان في مكتب دعوه تبغى تشارك. ابغى اشارك بوقف، ما ابغى اعطيهم فلوس ينفقونها، ابغاها وقف ثابت. او تسوقهم يا شيخ، تاخذ بروشورات مثلا تسويق، تنشر بروشورات حقتهم. تدفع في وقف. لا هذه ما فهمنا سؤالك يا شيخ. الحين الوقف ما هو بناء حبس الأصل وتسبيل المنفعة. إيه. تمام. هذا الوقف. ما هو 100,000 أروح أفرقها على الفقراء والمساكين، صارت مي بوقف الآن، هذه صارت صدقة. فمكتب دعوة أبغى أشارك فيه بوقف. وقف ما عندهم وقف بناء منزل، لا أنا أبغى وقف على قدي، أبغى وقف. وش أختار مثلا؟ وقف عندهم موجود أدخل فيه أشارك فيه. مثل إيش؟ عطني أنا كفالة يتيم مثلا. كفالة يتيم ما هي بثابت. بئر ممتاز، بئر ثابت ويشرب الناس منه. بئر 3000 4000، انا ابغى 100 وحول. مثلا مسجد، مصاحف، اشتري مصاحف لمدرس القرآن، ومصاحف مع التفسير ابغاها للمدرس. خلاص وقف. مويه. مويه لا ابغى ايش؟ الوقف بالمويه وشو؟
برادة البرادة. ايه. ابغى اجيب البرادة، انا ما جايب العلب ابو 5 ريال هذه، ابغى اجيب لكم برادتين ب 300 ريال، خلاص انا ابغاها وقف. الفرش يا شيخ. الفرش. ابغى اجيب دباسات. وانا بجيب لكم الدبابيس، طبعا الدبابيس الحقيقية مو الدبابيس البشرية. ابغى اجيب لكم الدبابيس المرة الأولى، بعدين الدباسة موجودة حقتي وقف. صح ولا لا؟ ايه. ابغى وقف آلة حاسبة، ابغى اجيب لكم وقف، انا ما عندي قدرة، والآلة الحاسبة ب 60 ريال 70 ريال. شوف ان بعض الناس يستصعب الوقف ولا يدري انه بعض الاوقاف يعني بسيطة وثابتة وتبقى سبحان الله الآلة الحاسبة. يا اخي ابغى اشارك بوقف مثلا مكيفات، ابغى مكيف انا اثبته لكم. والإنسان الذكي يختار أوقاف طويلة تبقى طويلة الأمد. بعضهم ما شاء الله يشارك، يقول مثلا مجلس الاجتماعات أنا اللي بأثث لكم. علشان إيش؟ كل اجتماع يحصل فيه وقرارات وتوصيات يصير هو السبب شارك فيها. أبغى أشارك. بعض التجار يقول أنا أشارك سيارة شفتوا السيارة حقت المكتب اللي توزع البروشورات وتوزع الإعلانات، أنا أبغى السيارة هذه. يا أخي أشارك بدباب، أحيانا عندهم عامل مثلا يحتاجون دباب ما يحتاجون سيارة في بعض المدن، أبغى أشارك بدباب. إذا لا تحسب أن المشاركة في الوقف يحتاج ملايين. ولذلك أنا أقترح على الجروبات مثل ما سويناها الحمد لله مع جروبات عيال الخالة، جروبات عيال العام، جروبات أخوانك، جروبات زملائك. صدقوني لو يقط كل واحد 50 ريال انكم تقدرون تشاركون بوقف، ثم 50 ريال في الشهر الجاي بوقف اخر، وهكذا. مثل هالاشياء البسيطة. تفضل. حتى تقدر يا شيخ مو لازم يكون وقف عام للناس، في كل بيت تقدر كأنك تبني مسجد يا شيخ. يعني انا اقترح واحد من الشيبان كنا بجلسة ذكر، طبعا الشايب يتكلم على سليقته، قال تقدر تبني في كل بيت مسجد، اشتر لك 10 سجادات، قيمة كل سجادة 10 ريال، وأعط صديقك، جارك، طالب من طلابك، زميل. ممتاز. كم فرض يبي يصلي عليها؟ كل الفروض راح يصلى عليه، كم شخص بيصلي عليه؟ صحيح. أنت تكون صاحب أجر بالسجادة هذه، ولا ترمى السجادة، ما هي زي الفرشة إذا تلفت بدلوها، السجادة تبقى ويشرى غيره معه. بل بعض كبار السن إذا تعود على سجادة خلاص حتى لو تنحلت السجادة يستمر عليها. وأنا أزيد على كلام الشايب الحبيب، حط مع السجادات لا عفوا مفرش صلاة، وش يسمونها؟ شرشف أو جلال شرشف صلاة عشان للنساء. عشان للنساء. الحين لقصيت القصة تكفى، قابلت شايبين، واحد قال ذا والشايب الثاني قال ما يحتاج قصة، الناس الحين كلها لا على قصة مكان ثاني إن شاء الله تعالى. زمزميات شاهي، زمزميات قهوة، كل من ضيفوا. إذا أنا أقصد من هذا أنه تستطيع يا أخي على الوقف، لأن الوقف وش فائدته؟ أنه تذهب من هذه الدنيا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، قال أو صدقة جارية، صدقة جارية تأتيك تضيء لك الطريق. المشكلة عند كثير من التجار الله يهديهم ويشرح صدورهم، يقول أنا حاطة، بس أنا حاطة أنا بعد ما أتوفى كاتب أنا أنه الثلث يوزعونه عيالي على الفقراء والمساكين والأوقاف وينفقونه. هل هذا الفعل مناسب؟ أنا أقول لا. ليش مو مناسب؟ هو كاتب في الوصية ترى ثلث مالي أنفقوه في مجالات الخير. تصير مشاكل بعدين، إذا المطلوب إيش؟ من الآن طلع الثلث يا أخي، ليش تنتظر إلى أن تموت؟ صدقون الآن في المحاكم فلوس بعض من توفاهم الله سبحانه وتعالى إلى الآن ما تحررت بسبب المشاكل القانونية والنظامية، وما بيعت الأرض الفلانية، وما يعرفون قيمة المزرعة الفلانية. طلع من الآن يا أخي، ليش تنتظر بعد ما تموت ويحصل مشاكل بين الأولاد؟ فإذا طلعتها الآن بدأت الحسابة تحسب، لكن مو بحسابة البشر. إن الله لا يربي صدقة أحدكم، تبدأ بالتربية من الآن. وهذا اللي عمله بعض التجار عندنا الآن، خلاص كل ما عنده وزع الأموال ووضع الوقف، وهو يأكل الآن من الوقف ويستمر الوقف، لأنه حصلت إشكالات عند بعض الناس. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
نأتي الآن يمكن في لحظاتنا الأخيرة نسأل ماذا إذا أحسن الإنسان؟ إيش النتائج؟ إيش النتائج؟ أولا يحسن الله عز وجل إليك. النقطة الثانية للذين أحسنوا الحسنى. وش المراد بالحسنى هنا؟ الجنة. وزيادة، إيش المراد بالزيادة؟ النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، لأنه ما يمكن يكون في زيادة على الجنة إلا أن يكون النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل من جاء بالحسنة، والحسنة من الإحسان، فله 10 أمثالها. 10 أمثالها. كذلك قال الله سبحانه وتعالى وأكملوا معي إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يعني إذا تكسب إيش؟ معية الله سبحانه وتعالى. يكون الله عز وجل معك بتوفيقه، بإعانته، بتيسيره، بحمايته، بحفظه، بشرح صدرك، بتيسير أمرك، بمغفرة ذنبك، بالعفو عنك، بإكرامك. متى؟ إذا كنت من الذين يحسنون. من الذين يحسنون. ومن هم أهل الإحسان؟ يعني من هم الذين أحسن إليهم؟ من هم الذين أحسن إليهم؟ أنا عرفت الآن معنى الإحسان وأهمية الإحسان وأجر الإحسان. طيب أحسن إلى من؟ من يعطينا إياها مختصرة؟ بشكل عام يا شيخ تكلمت عن البشر بشكل عام. أيوة. إذن خلينا نقول إلى كل أحد. أحسن إلى كل أحد، لا زد على البشر. إحسان إلى إيش؟ المخلوقات الحية. المخلوقات إلى الحيوانات. المرأة من بني إسرائيل وكانت بغيا أحسنت إلى إيش؟ كلب. لأن الله يحب الإحسان، لأن الله قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالله يحب أن تحسن، فأحسنت إلى كلب. الله يحب أن تحسن. لو إلى كلب غفر الله عز وجل لها وأدخلها الجنة. المرأة طرقت الباب في صحيح مسلم على عائشة. خرجت عائشة وإذا هي امرأة فقيرة مسكينة ومعها بنتان لها. عائشة دخلت إلى بيت من؟ بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بيت رقم كم في الدولة الإسلامية؟ رقم 1. فما وجدت إلا تمرتين، وفي بعض الروايات ما وجدت إلا 3 تمرات. تمام؟ إما تمرة أو 3 تمرات. فأخذت واحدة وأعطت البنتين كل واحدة تمرة. كلتا البنتين أكلتا التمرة بسرعة، ثم كل واحدة التفتت إلى أمها تريد من تمرتها وكادت أن تدخلها في فمها. الآن هذا المشهد أمام عائشة. عائشة تنظر لأن ما يبغى لها، هي لحظات أخذت التمرة جوعانة. إيش سوت الأم؟ قسمت التمرة قسمين، أعطت هذه النصف وهذه النصف. يعني آثرت لبناتها، آثرت لبناتها رحمة. سبحان الله. عائشة أعجبها المنظر. هذا في صحيح مسلم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله قبل قليل جاءت امرأة وطرقت الباب وأعطيتها 3 تمرات فعلت هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد غفر الله لها أو أدخلها الجنة بعملها هذا. بعملها هذا. سبحان الله. يعني ترى ثواني معدودة تستطيع أن تكسب رضا الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن فهم الإحسان بهذا المفهوم الشامل يستطيع أن يحسن عشرات المرات في اليوم والليلة. بعض الناس يتصور أن الإحسان أموال، لا، وأن الأموال لازم تصير كبيرة، هذا غير صحيح. فعندنا نوعان من الإحسان، إحسان أموال وإحسان أخلاق. وتبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، كل معروف صدقة. يعين الرجل على دابته لأنه أول ما يستطيع يركب فيساعده. زي الحين يبغى يوقف السيارة، ممكن أنت ما عندك شيء، أنا أشوف لك عشان ما تصدم في السيارة الثانية، تفضل ارجع. ساعدته، أو رجل كبير ساعدته على أن يركب في سيارته. يفرغ الرجل من دلوه في دلو أخيه صدقة. فتستطيع أن تحسن. إذا تحسن إلى كل أحد. طيب عندنا واحد كافر يا جماعة الخير، أحسن إليه. نعم. أعطيه طعام وشراب حتى لو كان كافر، حتى لو كان كافرا. إن الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله كتب الإحسان إيش؟ على كل شيء. على كل شيء. والصدقة تجوز؟ الصدقة تجوز للكافر، تجوز للكافر. إني أعطي صدقة مو زكاة. بعضهم يوقف عند إذا شاف عامل يسأل أنت مسلم ولا كافر؟ إذا شاف كافر لا بالعكس، أعطى حتى لو أنها مو مسلم، لعله إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي بعض كبار المشركين حتى يدخل الإسلام في قلوبهم. جاءه رجل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، هذا في صحيح البخاري.
غنما بين جبلين، والغنم سبحان الله تحسبها قليلة وإذا عديتها وإذا هي كثيرة. فأخذ الغنم يسوقها، رجع إلى قومه قال يا قوم أسلموا فلقد أتيت من عندي رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. شوف النبي يستخدم دنياه من أجل آخرته ودينه. فأحسنوا، لذلك أنا أقول للتجار وقف حتى يتغطى. كم قيمة الوقف هذا؟ 7,150,000. 7 ملايين. هذا قبل 20 سنة أنا أتذكر المليون يعني ضخم، المليون ضخم. الآن 7 ملايين ليست بضخمة عند كثير من التجار والله الحمد والمنة. ثم نحن جريئون على بعض التجار لله عز وجل. لو كانت لأنفسنا يعني سبحان الله تقل قيمتنا، لكن ما دام أنها للوقف لله سبحانه وتعالى. طيب من هو الله؟ الله اللي أعطاك أصلا كل شيء، الله اللي قال لك وآتوهم مما لله الذي آتاكم. شوف فيها تنبيه، وآتوهم مما لله الذي آتاكم. تبغى تذكر واحد تقول له وأنت معطيه وأنت اللي مساعده، عط أخوك من الفلوس اللي أنا أعطيتك. ترى الفلوس اللي أنا أعطيتك لا تنسى، لا تحسبها منكم من جهدك عشان تبخل. فالله يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فأنا أقول يا ليت أحد التجار يغطي هذا الوقف. يمكن يا شيخ يروح المال هذا قبل تتصدق منه. الواحد يقول أبى أتصدق إن شاء الله بس بشوف لي فرصة، بجلس مع سكرتيري مدير المالي كذا، يمكن تخسر بلك صفقة وترجع على الحديدة قبل لا تتصدق. نعم. فدام المال بيدك أنفق وبادر من صحيح. وبعدين أظن المشاركة عن طريق حساب رسمي في البنك. أيوة، والحساب ليس بأسماء أشخاص إنما بأسماء لجنة موجودة، والوقف تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية. تستطيع بضرمة بعد تستطيع أنك تزورها يعني ناس جو وتبرعوا في نفس المكان. الحمد لله. والإنسان إذا شاف تبرعه والنتائج والثمرات يتشجع. بل أنا أقول في هذا الوقف وفي غيره تبرعوا وشاركوا، أحسنوا إلى الناس. والله في أمم في أمريكا وفي أوروبا وفي أفريقيا وفي أستراليا والله جاهزين للإسلام، بس يبغى أحد بس يقدم لهم الإسلام بشكل صحيح. طيب من يقدم لهم الإسلام؟ أموالكم هذه تترجم إلى كفالة دعاة يقومون هؤلاء الدعاة بنشر الإسلام. تفضل. استمر. طيب تفضل استمر شيخ. طيب إذن الآن تكلمنا عن ثمرات الإحسان. الله سبحانه وتعالى قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ترى هذه الثمرة من أعظم الثمرات، إن الله يحب المحسنين. تدري إذا أحبك الله إيش يعني؟ يعني البركة في حياتك، يعني أنك في جنات النعيم يقينا، لأنه ما يمكن الله يحب أحدا وهو في النار. نحن يمكن أن نحب أحدا أو نحب والعياذ بالله قلوبنا على غير ما رآنا، صح ولا لا؟ نحن يمكن أن تكون نهاياتنا ولله يعني ونحن نستعيذ بالله ونحسن الظن به على غير ما أحبنا الناس ورأوا من ظاهرنا. لكن الله سبحانه وتعالى يحب عبدا يعلم ما الذي سينتهي عليه ويعلم ما الذي في قلبه. ثم إذا أحبك الله سبحانه وتعالى بعث لك القبول في الأرض. ثم إذا أحبك الله كما في الحديث القدسي فإذا أحببته قولوا معي كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها. يعني ييسر الله سبحانه وتعالى أمره ويسدد دربه. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه إلماحات سريعة، تدبر سريع، عيش تحت ظلال قول الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إذا كان عندكم استفسارات أو أسئلة أو ملحوظات أو إضافة أو اعتراض سؤال شيخ خالد. الآن لو جيت عند شخص مثلا خلينا نقول تو أسلم أو مثلا شخص صغير سن ما بعد مثلا تعلم مثلا حروف الهجاء أو كذا وعلمته القرآن، تمام، هل هذه مثل الوقف؟ نعم. يعني علمت الفاتحة مثلا لأنه يستخدمها بعدين في الصلاة، نعم، فكون إني أنا علمته صحيح. هل هذه يعني من هذه تدخل مثل ما قال أبو سعود من العلم الذي ينتفع به؟ لا، ولكنه علم جاري، يعني فيه من وصف الوقف وفيه من وصف العلم الذي ينتفع به. ولذلك انتشرت التغريدة الجميلة هذه، يقول ما كان لي أن أوثر لأحد بتعليم أولادي على الأقل سورة الفاتحة، لأنه بقية السور يمكن أن يقرأها أو لا يقرأها، لكن الفاتحة بيقرأها طول حياته وبيعلمها من وراءه. لا، الفاتحة يقول ما أخلي أحد حتى مدرس التحفيظ أوديه بعد ما أعلمه أنا سورة الفاتحة. الله. أي ما سهل عليه يأخذها، وأنا أبغى أخذها سورة الفاتحة.
تمام؟ يقول أنا أعلم سورة الفاتحة بعدين أوديه للتحفيظ. فسورة الفاتحة أنا الذي أعلمه إياها قدر المستطاع، لأنه كلما قرأها عاد إلي مثل أجره. ترى سبحان الله العمل الصالح يا جماعة الخير لا يتعارض مع الذكاء، بل لا بد من استخدام الذكاء في العمل الصالح. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ضيف، النبي أرسل واحد من الصحابة اذهب إلى بيوت أزواجي. كم بيوت أزواجه؟ 9. شوف عندنا شيء، عندي ضيف. يمر على الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم عنده ضيف، عندكم شيء؟ تحلف والله ما عندنا شيء. بيت رقم كم في الدولة الإسلامية؟ 1. البيت الثاني ما عندنا شيء. بيت الثالث 9 أبيات ويرجع يا رسول الله ما عندنا شيء، في الحديث الصحيح. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من يضيف ضيف رسول الله؟ فيقول أحد الصحابة أنا يا رسول الله أضيفه. ما يدري، ما عنده شيء، بس لعل الله عز وجل ييسر. ذهب إلى امرأته عندك شيء؟ عندي ضيف النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة، ما عندي إلا إيش؟ قوت الأبناء، طعام أولادي. ولك أن تتخيل إيش قوت أولاده. يعني إيش بتتخيل يعني؟ إما عظم يطبخ مرقة ولا كسرة خبز تبل في ماء. يعني ما يمكن تتخيل أنها ذبيحة ولا دجاج ولا سمك ولا مجموعة فواكه ولا 4 أصناف 5 أصناف. ما أظن هذا. والنبي نبيهم قائد الأمة يقول ما عندي شيء. فقال نوميهم وقدمي طعامنا للضيف. أنا تكلمت عن الذكاء صح ولا لا؟ وين الذكاء هنا؟ نوم عياله. قال نوم العيال وحطي الطعام للضيف. جاء المشهد، جاء الشاهد، ما هو؟ قال فإذا قدمت الطعام للضيف مباشرة روح يسوي إيش؟ سكر النور وأوهم الضيف أن نأكل عشان هو يأكل كل الطعام. يعني ببساطة شلون أوهم الضيف؟ كأنك تاكل. أي الله يسلمك حياك الله وأنت ما تأكل شيء علشان هو يأكل كل الطعام لأنه قليل. لكن الله مطلع ولا غير مطلع؟ مطلع. لما جاء من الغد أوحى الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالذي حصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة أو الليلة، يعني في تلك الليلة. عجب رضا عجب الله عز وجل من صنيعكما بضيفكما الليلة. شوف جالس يخطط علشان يأكل الضيف بعكس ما نحن عليه أحيانا. لا تقدم هذه ذي غالية علينا، لا تحط هذه ذي غالية علينا. لا يا ابن الحلال ذا الضيف حطوا له الفناجيل العادية اللي المذهبات ما تطلع. ايوه حطوا له الفناجيل العادية ذي. اي ترى ما يستاهل عدل لهالدرجة هذه، مع انه يمكنه أكرم هذا وتقي ونقي، لكنه فقير ومسكين ما له قيمة عنده في المجتمع. لكن فلان لا يا ابن الحلال، حتى لو تسلفون الفناجيل اللي عند جيراننا الزينات ذلك تذكرون اللي حطوها الذهبية اللي ما شاء الله لها، حطوها وجيبوها. أي لا يا أخي ما يصلح كذا. النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ يقول لا يأكل طعامك إلا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ويقول صلى الله عليه وسلم بئست الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويمنع عنها الفقراء. فالإنسان ينتبه ويتواضع ويراقب الله سبحانه وتعالى في التعامل مع هؤلاء الناس. شيخ سم أول شيء جزاك الله خير وما قصرت. الله يسلمك. الآن يا شيخ اللي مثلا الجمهور مثلا يتابعنا ينشرون مثلا حسابات المكتب لهم أكيد نفس الأجر. إي والله. طيب ودنا شيخ يعني تحثهم. هذا واحد من الصحابة في صحيح مسلم قال للرسول صلى الله عليه وسلم أريد أن أسافر معكم للغزو. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي ما أحملك عليه، ما عندي لا سلاح لك ولا دابة أحملك عليها. فقال أحد الصحابة أنا أعرف يا رسول الله رجلا عنده فضل دابة وفضل سلاح، يعني زيادة، عندها زيادة. إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب به إليه الدال على الخير كفاعله. غالب الشكر ترى يذهب للمتبرع المباشر، تمام؟ وما يدرون الناس عن من وراء هذا المتبرع. أنا لما ألقي محاضرة في ندوة ولا برنامج في تلفزيون غالب الرسائل الشكر لك والمدح لك والثناء عليك وكل شيء لك. طيب اللي صور، طيب اللي رتب، طيب اللي دل عليك، ما حد يذكرهم. لكن لا تخف، ما حد يذكرهم في البشر، لكن عند الله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. عندنا مثل في نجد ومعروف هذا المثل، يقولون الله أعلم بنقاد الدراهم. الله أعلم بنقاد الدراهم. جينا بنزور مثلا أبو سعود في حايل، تمام؟
وجايبين معنا كيكه. الله يحييك. الله يسلمك. انا اجيب لكم الكيكه يا شيخ. بعلمك انا الحين، خلينا نجيب الكيكه حقتنا مثل اللي انت فغصتها. اي مثل اللي يعني وش فغصتها؟ يعني وضعت اصابعي وانامل عليها فغصتها فضحتها. شفت؟ انا اللي شاري الكيكه وانا اللي دافع فلوسها. كل العيال ودهم هم ليش؟ زي اذا زرنا مريض كله وده هو اللي يقدمها. هم بيشكرونك انت، بس الله اعلم بنقاد الدراهم. ما هي على اللي يعطى، ما هي على اللي يعطى، هي ما هي على اللي يعطى المباشر الاول فقط، اللي دفع الفلوس. فانت تشكر الذي امامك هذا القى المحاضره، من اللي اقترحوه، من اللي درسه هو نفسه وهيئه ان يكون داعيه وعالما وكذا. يعني يوم القيامة ممن يعمل الصالحات سيتفاجأ بأجور لا تخطر له على بال، وهذا كله من نعمة الله سبحانه. الله يعطيك العافية يا شيخ خالد. وبعدين يعني نحث الجمهور أجل أنهم ينشرون هذه الآن التغريدة الآن جاهزة ومحطوطة فيها منشن لكل الشباب، حسابات الشباب. بسم الله. وفي كل أسبوع يعني يكون الداعية والشيخ اللي جاي عندنا هو اللي يغرد فيها. نطلقها من هذا المكان يعني. بس الآن هذه الآن بتنتشر عند الناس. الله يوفقهم بسم الله. الآن يلا يا شباب الآن نبغى الريتويت والمشاهدين أيضا مني تكفون أحد يوصلها للحكم. الله يجزاك خير. الله يجزاك عني وعن أهل بيتي وعن الله يجزاك خير. الله يجزاك بالخير يا شيخ خالد. وهذه مبادرة. لا أنا ما شاء الله 100 ريال من ربك، بعد احتمال أخذها لجينا نمشي بس عشان أشجع الناس. بس لا بالعكس جزاك الله خير. شوف أشجع الناس والدال على الخير كفاعله. صح. فمعناته لو رجعت لي أصير أنا دليتهم يعني ولو بريال يا شيخ. أجل نحط 500 يا شيخ. الله يجزاكم الخير. جزاكم الله خير إن شاء الله. ونحث المشاهدين والشباب كذلك ودنا بعد يساهموا معنا في التغريدة والريتويت وحث الناس. وهذا شيء بسيط احنا نساهم فيه، وكواجبنا شباب في الاعلام المحافظ ان احنا نساهم في مثل هالاوقاف هذه اللي نسال الله سبحانه وتعالى انه يعني يجعلها خالصة لوجهه، ويجعلنا من اللي يشاركون ويساهمون في مثل هالاعمال الخير اللي تنفعنا بعد موتنا. ما شاء الله يعني انت منزل تغريده 30 ثانيه الريتويت فوق ال100 ما شاء الله. اللهم لك الحمد. هذا يدل فانما يدل على الخير موجود، على الخير انه موجود في الناس. في استفسار. نعم الله يجزاك الخير. الان التحويل في البنك يعني من الصراف كم اقل مبلغ يمكن يحوله؟ هل ممكن احول مثلا 20 ريال 30 ريال؟ ممكن؟ الظاهر اعتقد ان التحويل عادي ممتاز. يعني انا ما ودي احد يقول بس احنا قبل اسبوع شاركنا في الوقف الفلاني والوقف الفلاني، انا اقول شارك بكل وقف لو بريال. اذا التحويل يقبل ريال واحد، اذا التحويل يقبل والله العظيم شارك ولو بريال، والله يحفظها الله سبحانه وتعالى. لو مليون شخص دفعوا كل واحد ريال هذه مليون ريال. احسنت. يعني والناس ان شاء الله انهم فيهم الخير والبركه. باسمي وباسم الشباب الموجودين وباسم يعني الشباب اللي خلف الكواليس وفي اداره البرنامج والقناه، نشكرك شيخ خالد على هالجيه والكلمات الصراحه الرنانه اللي استفدنا منها جميعا. وعندنا هدايا بسيطه والله يجزاك اذا تسمح لنا نقدمها لك. تستاهل يا شيخ. انت درع ما بدرع. ها فيها مليت من الدروع يا شيخ. يا شيخ ودنا يعني معلش بتعبك يا شيخ خالد، توقف شوي بس عشان التصوير عندنا. الله يجزيكم الخير. الله يجزاك الخير. هذه هديه من ركن القصيم. ما شاء الله ما شاء الله. الكاميرا هذيك يا شيخ. الله يجزيهم الخير ويحفظهم ويوفقنا وياهم ركن القصيم. الله يعطيك العافيه. هذه من ركن القصيم. الله يعطيك العافيه. بنزلها لك بعد شوي. وهذه الله يعطيك العافيه من السيف جاليري جزاهم الله خير. هذه دلت الله يبارك لهم العرب. الله يبارك لهم. الله يجزاهم يبشرون بالخير. دعموا هالقناه اللي نحسبها مباركه وان شاء الله تسير يعني الى الامام. ابو سعود الله يعطيك العافيه سعود. والسيف جاليري تراهم مساهمين حتى ب 5% من ارباح بعض المنتجات عندهم في الوقف. ما شاء الله الحمد لله. وهذه عاد من المضياف ذي. هذه من المضياف مع الدخيل العود. الله يوفقهم يسعدهم يحفظهم. جزاهم الله خير. هذا شيخ الوالده تحب العطر هذا الابيض. والدتك اي الله يحفظها. الله يحفظها. بلغها السلام وهذا هديه لها. لا هذا اسلوب اطراره. والله يذكرني بواحد من الشباب. انت ام عبد الله يا شيخ. يلا خذ. ايوه اشتري لك واحد بس اسكت. خلاص بصوره. الله يجزاك. لا والله تستاهل انها تاخذ. الله يجزاك. شاري لها منه شيخ 5 انا. انت الوالد وش يحب من ذولي؟ انا لا خفيفه. الله يجزاك بالخير. لا يبرد الغداء. الله يحييكم على واجبكم. يا الله مرحبا وسهلا. تفضل الشيخ. الله يسلمك. والله
مو بحقكم يا شيخ، ودنا باكثر بس عاد الله يحييك. تفضل يا شيخ. الله يحييك شيخ. يلا يحييكم يا مرحبا. تفضل يمسك المرايه. الله يجزيكم الخير يحفظكم. الله خير يا شيخ. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله ابراهيم اول الاستوديو. يا مرحبا والله. وين ندوي؟ ابراهيم نمشي صدق ولا ايه يلا يلا الله يحييكم الله يحييكم. الله يا مرحبا مسهلا. وين ندوي؟ برنامج المضياف يا زينه ينثر لنا جمر رايحينه.